بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مشاهدينا الأكارم، هذه حلقة خاصة حول أهل العلم وفضله، وحول طلاب العلم والكتاب النجباء الذين يقومون بنشر هذا العلم ويبحثون من أجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ويقدمون العلم الشرعي بأسلوب سلس سهل ينفع الجميع مقام العلماء الكبار وطلاب العلم وعامة الناس. هذه حلقة خاصة نتحدث فيها عن صرح عظيم من صروح أهل العلم، عن صرح عظيم من وسفر كبير من أسفار أهل العلم والفضل. نتحدث في هذه الحلقة مع عالم من علماء المسلمين. سنخصص هذه الحلقة في الجهد الذي يبذل في هذا التراث الكبير الذي يحقق فعلا أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. كلما ذهب جيل من أهل العلم والفضل أنتج الله سبحانه وتعالى لنا جيلا جديدا يحفظهم ويعينهم ويقويهم ويلهمهم الصواب حتى يخرج لنا تراثا عظيما. بالحق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنت تستمتع أثناءها، يعني حينما ترى هذه الجهود تتجدد وترى فعلا تستمتع بمعنى هذه الآية بعمق: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإن الله عز وجل لم يحفظ هذا العلم بأن أنزل إليه ملائكة فتحفظه، وإنما حفظه في قلوب أهل العلم، وهيأ له من أهل الفضل والعلم والجود والكرم، وهيأ لهم الظروف وأعانهم وشرح صدورهم وأنزل عليهم فضله وكرمه سبحانه وتعالى. إننا في هذه الحلقة نستضيف فضيلة الشيخ ياسر النجار. أختصر في اسمه حتى تسمعوا اسمه كاملا من لسانه. إننا نتحدث في هذا اللقاء مع هذا الشيخ العالم الكبير، صغير في سنه ولكن كبير في علمه. إننا في هذه الحلقة، وهي حلقة خاصة في قناة سلام، نقدم كما يقولون بودكاست لفضيلة الشيخ في كتابه الموسوم بالموسوعة الفقهية. سنتحدث عن رحلة هذه الرحلة الطيبة عن كتابة هذه الموسوعة المباركة في خلال 16 عاما. سنتحدث عن هذا بعمق في هذا اللقاء. نتحدث عن الظروف التي مرت بهذا الشيخ الفاضل وكيف كتب هذا الكتاب. سنتحدث عن سيرته العطرة. سنتحدث عن الكتب التي ألفها أيضا غير هذا الكتاب. سنتحدث بعمق عن هذا الكتاب وما يتميز به. سنتحدث أيضا عن بقية الملخصات التي قدمها. سنتحدث كذلك عن حياته الشخصية والبركات التي تنزلت عليه والظروف التي مرت به. لا أريد أن أطرح جميع الأسئلة في هذا اللقاء، فسوف يفتح الله عز وجل علينا من الأسئلة ومن المحاور التي يستفيد منها المشاهد ويستفيد منها طلاب العلم. الهدف من هذه الحلقة نشر مثل هذه النماذج الطيبة للأمة الإسلامية التي فعلا تجدد الأمل وتبعث فينا الروح بأن الله عز وجل حافظ هذا الدين. أهلا وسهلا بالدكتور ياسر النجار. حياكم الله شيخنا الحبيب، الله يجزيك الخير على هذه المقدمة الطيبة، وشكرا جزيلا لاستضافة حضرتك. والله يعني أنا سعيد جدا باللقاء مع حضرتك، وهذه أول مرة أتشرف بهذا. الله يحفظك يا رب. الله يجزي خير. الفرحة لنا، الله يحفظك، والسعادة لنا والشرف لنا الله يرفعك في هذه القناة المتواضعة أن تستضيف يعني عالما من علام المسلمين ويعني طالب من طلاب العلم النجباء وباحث عميق، يعني كما يقولون تسلم الأيادي وتسلم اليراع التي كتبت هذه المصنفات الكبيرة. بعد ذي بدء الحقيقة نحب أن نستمع عن البطاقة الشخصية والسيرة الذاتية باختصار
ثم سندخل بعمق إن شاء الله، فخذ راحتك كما يقول. الله يحفظكم شيخنا. أنا اسمي ياسر أحمد بدر النجار. أنا من مواليد محافظة دمياط، مركز كفر سعد الإبراهيمية القبلية. هذه قرية يعني بتقولوا عليها ضيعة أو شيء، لكن هي في عندنا يسمى قرية من محافظة دمياط، من مواليد 1982. جميل. يعني نعم. أنا نشأت في بيئة عادية، قرية أغلب الناس اللي فيها موظفين وفلاحين وناس بسيطة جدا، وناس يعني أخلاق وأدب في العموم وأهل فضل. والحمد لله يعني أخذت المرحلة الابتدائية والإعدادية ثم الثانوية. كان عندنا ثانوي نوعين، ثانوي صناعي وفني وثانوي عام. فأنا أخذت الثانوي الفني، وبعد ذلك يعني ابتعدت شوية عن الدراسة لأنني كنت أعمل من الصغر. يعني أنا من صغري وأنا أعمل، يعني أعمل في جميع في شتى الأشياء، يعني ليس مثلا عملا محددا، وإنما اشتغلت في الزراعة، في النجارة، في الخياطة، في الكهرباء، في كل هذه الأشياء عملت فيها وأنا صغير. يا سلام. ثم بعد ذلك يعني في 19 عاما وهكذا يعني أحببت العلم أو بدأت الالتزام. يعني لم ألتزم في حال الصغر، وإنما كنت أذهب إلى الكتاتيب وهذه الأشياء مثل غيري من أهل أولاد القرية عموما يعني. لكن كنا نلاقي الصعاب في هذا الأمر من الضرب والشدة بتاع المشايخ، الله يرحمهم اللهم آمين يا رب العالمين. فيعني أطفال نغيب، نطرق، نأتي، نذهب، هكذا يعني نذهب من هذا شيخ إلى هذا شيخ. لكن لم يكن عندنا في الحسبان أبدا إن احنا نختم القرآن أصلا، ولا إن احنا نطلب العلم. يعني أطفال صغار بتوع القرية يذهبون يتعلمون يحفظون جزءا من القرآن أو شيء وهكذا. فأيضا كنت أعمل أثناء الدراسة، يعني حتى في أثناء الدراسة كنت أذهب مثلا بعد انتهاء الدراسة أذهب إلى العمل وأعود ليلا، أو إذا كانت الدراسة مثلا في الفترة المسائية كنت أذهب من الفجر أعمل، ثم أذهب يعني قبل المدرسة تبدأ أذهب إلى المدرسة وهكذا. يعني كانت حياتي هي عملي بشيء، يعني الأغلب فيها كان عملي، والدراسة كانت أمر ثانوي مثل أي طالب أو أي. جميل. الوالد لو تحدثنا عنه، أين كان يعمل؟ هل أنت عشت مع والديك يعني حياة طبيعية؟ لو تحدثنا عن هذا. الحمد لله، أنا والدي عليه رحمة الله توفي يعني منذ فترة قريبة، يعني عدة سنوات. يعني كان جادا جدا، يعني كان يعني يعمل كثيرا ما شاء الله عليه، الله يرحمه. وكان يعلمنا هذا الأمر. يعني كل إخوتي بفضل الله يعملون، يعني مجتهدين في مسألة العمل أيا كان العمل هذا، لكن يعني عندنا إذا دخلنا في أمر ما لابد أن ننجزه. جميل. يعني حتى أسرة جادة. نعم، جادة جدا. جميل. يعني جميل. تمام. ووالدي يعني عمل أيضا هو في الفلاحة، ثم سافر إلى محافظة الإسكندرية، وكان يعمل مع عمي فاتحين يعني مطعم كبير، وكان مطعم مشهور وعملوا فيه سنوات طويلة. يعني كان يأتينا زيارات، نحن في دمياط وهو في الإسكندرية، وأيضا كثير من عائلتي في الإسكندرية أيضا. ويعني والدي كان من الناس، يعني أحسبه والله حسيبه، يعني كان أمينا جدا جدا جدا، أمين، يعني لا يأكل الحرام أبدا بفضل الله ما شاء الله. وكان يعني عنده جد شديد في العمل، يعني ما يدخل في شيء بفضل الله إلا إذا أنجزه. يعني يا سلام. والدتي الله يبارك لنا في عمرها يا رب العالمين، هي كانت تربينا نحن 8 من الإخوة، 7 ذكور وبنت واحدة. فهي أيضا كانت ما شاء الله 7 ذكور. نعم ما شاء الله. وكلهم طلاب علم؟ يعني أغلبهم بفضل الله ومؤلفين كتب وهكذا. ما شاء الله ما شاء الله. فوالدتي الله يبارك لنا في عمرها يا رب العالمين، فهي كانت يعني على قيد الحياة. نعم الحمد لله. هي نحييها من هذا المنبر. أي والله. ونسلم على الحاجة. الله يسلمها. والدتي اسمها نعيمة. حاجة سليمة. نعيمة. نعيمة. نعم.
الله سلم عليها يحفظها ونحييها من هذا الله يحفظك. المنبر، ونقول لها جزاك الله عنا خيرا، اللهم آمين. انتجت لنا الله عالما يحفظك. كبيرا. انا لي قصه معها ساحكيها بعد ذلك. ضروري ضروري، انا اريد القصص هذه مهمه جدا. نعم. فوالدتي أيضا كانت يعني تجتهد في تربية إخوتي، وطبيعة القرى يعني لسنا فقراء قح ولسنا أغنياء، يعني زينا مثل أغلب الناس. جميل. والدي كان يعمل، وكل إخوتي كانوا في بعض الأعوام كانوا كلهم في الدراسة من أول الجامعة إلى الابتدائية. فهذا أخي الكبير الدكتور عصام النجار، هذا يعني مؤلف، هو معه الدكتوراه في اللغة العربية، له عدة مؤلفات، كتاب النحو الميسر، الصرف الميسر، مفاتيح الإعراب، يعني بعض الكتب هذه. وهو إنسان عنده براعة رهيبة جدا في كيفية الإلقاء وتوصيل المعلومة يعني. ما شاء الله. هذا أخي الكبير، نحييه من هذا المنبر الله أيضا. يحفظكم يا رب. وأخي الدكتور ناصر النجار أيضا، هذا محقق فريد بفضل الله، يعني هو عنده يعني إمكانية قوية جدا في علم المخطوطات، في تحقيق الأحاديث، في تخريج الأحاديث، في العلل، فهو متخصص في تحقيق الكتب، وأيضا له بعض المؤلفات، وله يعني كتب كثيرة محققة ومضبوطة ضبط تام على المخطوطات، وله باع كبير جدا في علم المخطوطات ما شاء الله. وهو يعني طبعا هو هذا الثاني يعني، وأنا استفدت منه كثيرا، ومن الدكتور عصام طبعا استفدت منه كثيرا جدا يعني. هؤلاء أخوتي ما شاء الله. وبعد ذلك أخي أيمن، الأستاذ أيمن النجار، هذا تاجر يعني عنده تجارة. وأخي رجل أعمال. نعم. وأختي التي بعده وحيدة، وأخي بعده بهاء النجار، هذا أيضا معه القراءات ومهتم بعلم القراءة والقرآن وكذا. وأخي الذي بعده وليد، هذا مقرئ. نعم. الشيخ بهاء النجار معه 10 قراءات؟ لا أظن معه 10 قراءات، لكن مهتم بعلم القراءة ومعه إجازات وهكذا. ما شاء الله، أسرة علم. الحمد لله. الله. أخي أيضا الشيخ وليد النجار، هذا عنده مجموعة من الروضات، الحضانات وهذه الأشياء، وهو يعني ما شاء الله عنده يعني اتقن جدا جدا لعملي، ومشهور جدا في المنطقة يعني، ويأتيه الناس كثر يعني بفضل الله. وأخي الصغير محمد، هذا برضو تاجر يعني يعمل في التجارة وهكذا. ما شاء الله. هذه بالنسبة للأسرة عندنا. شيء جميل حقيقة. طيب، متى بدأت طلب العلم الشرعي بجدية؟ أنا طبيعة حالي عموما يعني لما أدخل في أي شيء أدخل فيه بجدية، يعني لم أدخل فيه بالراحة وبعد كذا، لا، أنا أدخل فيه بجدية مباشرة يعني. فأنا كان أخي الدكتور ناصر كان له طلبة وكانوا أصدقائي، فكان هو يسكن فوق في البيت عندنا، وكانوا يعني كانوا معي في المدرسة هؤلاء الطلبة وأصدقائي من نفس القرية يعني. دكتور من؟ ناصر النجار. أخوك؟ أخي. فهؤلاء أصدقاء أيضا كانوا يذهبون إليه يتعلمون العلم ويأخذون مصطلح حديث وهذه الأشياء، وأنا لم أكن أبالي أبدا. أنت مرتبتك في العائلة؟ أنا الخامس. نعم. وناصر أكبر منك؟ نعم، هو الثاني. نعم، أكبر مني ب8 أعوام. جميل. فكان يدرس لأصدقائي هؤلاء، وأنا كنت سبحان الله يعني أمزح معهم، يلا يا شيخ رايح شيخ جاي وهكذا، ولم يكن في الحسبان أبدا طلب العلم ولا التعليم على الإطلاق. ثم سبحان الله أحببت العلم فجأة هكذا، أو الالتزام. التزمت أولا، تمام، لم أكن ملتزما، إنسان عادي زي أي أحد على الإطلاق، لم أكن مهتما أبدا بالعلم الشرعي على الإطلاق يعني، حتى لا أنا يعني أقول هذا حتى يعلم طلبة العلم أنه ممكن مش شرط أنه يكون عنده 20 سنة ولا 30 سنة أنه فات القطار، لا، ممكن يستطيع أن يحصل. صحيح. يعني الإمام ابن حزم بدأ العلم بعد 40. صح، يعني أظن بعد العشرينات ابن حزم، والله أعلم 26 تقريبا أو هكذا، أو غيره كثير بدأ طلب العلم وعنده 40 عاما. فأنا في العمر 19 أنا كنت أعمل، وبعدين أحببت العلم وأحببت الالتزام، لأن كنت أحب أهل العلم عموما. ما شاء الله. لا أعرف لماذا، أنا أحب أهل العلم وأحب الصلاة، يعني الناس اللي بتصلي، الناس اللي تعرف ربنا، أنا أحب هؤلاء. مثلا لما يجي مثلا بعض المشايخ يعني يأتي بخطبة، مثلا يخطب خطبة زي الشيخ محمد حسان ولا الشيخ أبو اسحاق ولا هؤلاء المشايخ، كنا نذهب من بعد الفجر مباشرة نحضر لهؤلاء. ثم سبحان الله أحببت طلب العلم، فانطلقت عند الشيخ مصطفى العدوي.
لأن أول ما بدأت طلب العلم أخي الدكتور ناصر والدكتور عصام سافروا إلى الإسكندرية. فسبحان يعني أنا بدأت أطلب العلم هم سافروا، فلم يعني أستطع أن أحصل منهم في هذا الوقت شيئا. فذهبت إلى الشيخ مصطفى العدوي الله يحفظه يا رب العالمين. عام كم كان هذا؟ والله يعني ممكن في 2000 تقريبا، يعني سنة عام 2000. جميل. فبدأت عند الشيخ مصطفى العدوي، وتعرفت هناك على شيخ اسمه الشيخ محمد عبده. هذا شيخ يعني كان فاضلا يعني ومجتهد في طلب العلم وكده. فأنا سبحان الله قلت كيف أستطيع أن أكسب وأحصل علم كثيرا. أخذته إلى بيتي من عند الشيخ مصطفى من المحافظة سمنود، من مدينة سمنود إلى القرية عندي، وبنيت له مكان مكتبة وأسكنته في بيتي، وأنا خرجت من بيتي سكنت في مكان آخر. هذا الشيخ محمد عبده؟ نعم. هذا ظل عندي في بيتي 2 يعني يدرس العلم، وأنا استفدت منه كثيرا حقيقة، يعني لأنه هو كان مجتهدا في الدعوة وفي طلب العلم. كان من بعد الفجر مباشرة إلى يمكن المغرب أو العشاء يعني مهتم بالعلم، لكن له طريقة معينة في الفهم وهذه الأشياء. لكن كتحصيل العلم أنا استفدت منه كثيرا في هذه المرحلة. يعني كنت أحب أن أركز على شيخ أو 2 أو 3 بحيث أن أنا أحصل أكبر قدر ممكن من العلم، أو طريقة التأليف يعني أو هذه الطريقة. وبعدين رجعت عند الشيخ مصطفى العدوي شوية، وبعدين ألفت أول كتاب لي. طبعا أيضا قبل هذا سافرت إلى الإسكندرية. ما الذي درسته عند الشيخ مصطفى العدوي؟ والله الشيخ مصطفى عموما الدروس العامة بتاعته، دروس يعني مصطلح الحديث، التفسير، هذه الأشياء. وبعدين هناك طلبة إخوة كثر يعني بفضل الله، هذا يدرس مثلا فقه، هذا يدرس لغة عربية، هذا قرآن، هكذا. يعني دي طبيعة الطلبة عند الشيخ مصطفى. هل درست الفقه كاملا يعني بأبوابه، أبواب العبادات والمعاملات كاملا من بابه إلى آخره على عالم من العلماء؟ وعلى أي مذهب؟ كان على المذهب الحنبلي عند الشيخ أحمد حطيبة في الإسكندرية. هذا عالم كبير من علماء الإسكندرية. اسمه الشيخ حطيبة، دكتور أحمد حطيبة. هذا هو متخصص في شرح كتاب منار السبيل. يعني شرحه أكثر تقريبا من وقتها كان 17 مرة يعني شرح هذا الكتاب. يعني هذا كان معروف له مسجد وله الطلبة بتوعه، كان يشرح باستمرار. فأنا سافرت إلى الإسكندرية، ظلت هناك فترة أدرس عنده. نعم. هو أيضا كان يشرح أيضا تفسير القرطبي ويشرح بعض الكتب الأخرى. وكان عموما مشايخ الإسكندرية كانوا قريبين من بعض، فكنت أذهب إلى الشيخ أحمد ثم الدكتور محمد اسماعيل المقدم ثم الشيخ فلان ثم الشيخ فلان، هكذا. يعني كانوا قريبين من بعض، كنت تستطيع أن أنت تحصل أكثر من درس في اليوم الواحد. أبرز شيوخك في الفقه؟ هو الشيخ أحمد حطيبة والشيخ عبد الكريم الخضير. الشيخ عبد الكريم الخضير؟ نعم. شيخنا؟ نعم. أحييه من هذا المنبر. شيخ عبد الكريم في المملكة العربية السعودية؟ نعم. أنا سافرت إلى هناك، ظلت هناك تقريبا 3 أعوام أدرس على يديه، وأنا يعني كنت قريب، يعني عندي إجازتين منه. في مسجده في حي النسيم؟ حي النسيم، مسجد أبو الخيل. نعم معروف. فكنت أسكن أنا يعني لست قريبا منه، لكن يوميا أذهب إليه أو أغلب الأحيان. وكنت أسكن أنا قريب من دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية. لكن الشيخ متخصص في علم الحديث. لكنه كان يشرح مختصر الخرقي، وكان يشرح التفسير أيضا تفسير القرطبي، وكان يشرح صحيح البخاري. يعني أغلب هذه الأشياء كان يشرحها. أنا مكثت عنده فترة، وأيضا درست عند الشيخ عبد المحسن عباد في المسجد النبوي. جميل. وأيضا حضرت بعض اللقاءات للشيخ أبو بكر الجزائري عليه رحمة الله. وعموما عامة المشايخ، أنا لست من النوع الذي يعني يمكث عند الشيخ يكون علاقتي به قوية. لا، أنا أهم حاجة عندي العلم الذي عند الشيخ فقط. جميل. لا يعني حتى عند الشيخ مصطفى العدوي خلاص أنا أتيت أحصل العلم. كم مكثت عند الشيخ مصطفى العدوي؟ تقريبا أول مرة عام ونصف. جميل. ثم ذهبت مع الشيخ محمد عبده، ثم رجعت إليه مرة ثانية. وبعد ذلك قمت بتأليف كتابي. أول كتاب لي هو اسمه الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة. هذا الكتاب كان عندي أنا فكرة إن في مسألة اسمها العوض والضمان. إحنا في القرى وهذه الأشياء، لما واحد مثلا يجرح إنسان، أو إنسان مثلا أتلف لواحد شيء آخر، يعني أتلف لإنسان مثلا هذا الكاس أو شيء، فيدفع له العوض بتاعه، يقول له لا تقبل على نفسك العوض، هذا حرام. فأنا لا أعرف هل ده حرام وليس بحرام، أريد أن أعرف هذه الأشياء. فسبحان الله قمت بتأليف هذا الكتاب. هذا الكتاب يقع في مجلدين.
هو اسمه الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة. فهو أول كتاب في بابه على الإطلاق. لا يوجد إلا كتاب واحد اسمه مجمع الضمانات للإمام البغدادي على الفقه الحنفي فقط. طبعا حسب اطلاعك. هو دي اللي معروف، يعني هذا لا يوجد أصلا كتاب معروف، هو هذا لا يوجد إلا كتاب مجمع الضمانات على المذهب الحنفي. وأنا قمت بأخذت هذا الكتاب لأنه أول تأليف لي، فأنا مشيت على الطريقة بتاعته، لكن كل مسألة هو يذكرها آتي بها بالمذاهب الأخرى. هذا بعد طلبك للعلم أو على الشيوخ بعد كم سنة؟ تقريبا أربع سنوات. لكن بعد 4 سنوات بدأت تكتب. لأنني 4 سنوات هي ليل نهار، يعني أنا السنة مني يعني بسنين من الآخرين، يعني لأن أنا في هذه الفترة ما كان يصرف عليك، من كان يقوم في هذه الفترة كان معي مال، أنا كنت ميسور الحال في هذه الفترة عموما، يعني بعضها وبعضها. يعني أنا كان يعني أنا مثلا سأضرب لحضرتك مثال. أنا كان عمري 19 عاما، اشتريت أرضية وبنيت بيتا، وأنا من هذا من مالي ما شاء الله. فأنا كنت أعمل، يعني كان معي مال، وأنا بفضل الله إذا دخلت في أي شيء حتى في التجارة أربح، يعني أربح كثيرا الحمد لله. ثم في هذا الوقت أيضا كنت أعمل وكنت أدرس في هذه الفترة. طبعا الشيخ عبد الكريم الخضير بعد ذلك، يعني أنا سافرت للشيخ عبد الكريم الخضير بعد هذه المرحلة، بعد ما ألفت هذا الكتاب. تفرغت للشيخ عبد الكريم الخضير؟ نعم. تفرغت له، يعني ممكن نقول هكذا، يعني لأنه كنت أمكث ووقت الدروس بتاعته الرياض مليئة بالعلماء وأهل الفضل. من أيضا غيرهم؟ المفتي الشيخ عبد العزيز. نعم. عبد العزيز آل الشيخ. نعم. ولا الشيخ صالح آل الشيخ؟ لا الشيخ صالح آل الشيخ. الشيخ صالح اللي هو الموجود المفتي الآن. لا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ هو المفتي. ما هو الشيخ عبد العزيز الآن، الشيخ عبد العزيز هم في اثنين. الشيخ عبد العزيز هو الكفيف هذا. أيوة. هذا هو الذي انت. نعم. لكن هذا كانت دروسه غالبا عامة يعني. والمسجد اللي هو المسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب، هذا كان دروس، أو المسجد أظن مسجد الديرة، كان مسجد اسمه، والله نسيت اسمه، لأن كان هذا منذ 13 عاما. ما درست على الشيخ عبد العزيز بن باز؟ لا والله أنا لم ألحقه أبدا، أنا التزمت بعد ما توفاه الله. نعم. ولم أيضا يعني تتلمذ على الشيخ ابن عثيمين ولا الشيخ ابن عثيمين. أنا أول التزامي كان بعد موت هؤلاء أصلا. لكن أكيد استفدت من كتبهم. أكيد بالطبع، يعني أنا كنت آتي بشرائط الشيخ الألباني كاملة، يعني بعدد كبير منها، وأدرس، يعني يقول كذا وأكتب. الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بالأخص الشرح الممتع. الشيخ برضو محمد مختار الشنقيطي اللي هو ليس صاحب الأضواء وإنما اللي هو الشيخ المعاصر، هذا شيخنا الشيخ محمد المختار. محمد المختار الشنقيطي. هذا قوي جدا في الفقه، كان يشرح من هل درست عليه شيئا؟ لا والله أنا لم أقابله، لكن كان أعطيته الكتب بتاعتي، كنت أستمع إلى الشرائط تبعه. يعني كانت الظروف، لأنه هو كان يبقى في المدينة. هل زرته شيخنا؟ حاولت والله، حاولت كثيرا سبحان الله. أذهب إلى مكة يقولوا في المدينة، أذهب إلى المدينة يقولوا لي مثلا في الطائف، أذهب إلى يعني سبحان الله لم أوفق أبدا في حي شيخنا. أنا درست عليه والله سبحان الله. ما شاء الله. محمد المختار الشنقيطي من خيرة علماء أهل المدينة المنورة سبحان الله، من آتاهم الله في الفقه. يعني كان يشرح فكان سهل العبارة، كان مثل ان انت يعني له شروحات كثيره. برضو الشيخ ابو اسحاق الحويني، الشيخ علي الله يحفظه يا رب العالمين ويشفيه. طبعا الشيخ ابو اسحاق له فضل كبير على جميع طلبه العلم في مصر ما شاء الله. ويعني من الاشياء التي هل درست عليه دروس خاصه؟ لا، انما دروسه العامه. دروسه العامه كنت احفظ كل كلماته بالحرف ما شاء الله، يعني بالحرف. يعني انا فعلا انا من مدمنين الشيخ ابو اسحاق الحويني. يا سلام. يا سلام. فشروحه للمصطلح الحديث، للباعث الحثيث، لغيرها، كنت يعني مرارا وتكرارا يعني مهتم جدا بعلم الشيخ، الله يحفظه يا رب العالمين. جميل جدا. يعني هذه النقطة مهمة جدا حتى نبرزها، لأن بناء عليها سنتحدث عن يعني أهلية الكتابة في هذه الموسوعات الضخمة التي تفيد الأمة. هذه جزئية مهمة جدا، جزئية على من تعلمت، على من درست. نعم. على من تفقهت. فنحن كنا زمان ونحن طلاب يقول من كان شيخه كتابه كان صوابه خطأه أكثر من صوابه. نعم صحيح. نعم. ولكنك الآن ذكرت مجموعة كبيرة. لا، في عدد كبير أيضا بقى من اللي هو المستوى الثاني والثالث، يعني تمام. يعني في عدد كبير جدا. أنا كنت لما أذهب إلى الإسكندرية مثلا
كان الشيخ أحمد حطيبة كان له درس بعد الفجر، فأنا كنت أسكن في مكان أهل الإسكندرية يعرفون اسمه الحضرة، فحتى أذهب إلى هناك أظن هو كان الشيخ في بكوس، يعني في مكان يعني والله نسيت الاسم، أظن بكوس يعني تمام. فكان لابد أن أخرج قبل الفجر حتى أصل إليه. هذا نوع من الدروس، كنت أظن الله يشرح تفسير القرطبي، فكان لابد أن أمر من على كوبري معين. الكوبري هذا كان يكون عليه أمن الدولة وقف في هذا الوقت قبل الفجر. طب ماذا أفعل؟ لا أستطيع أن أذهب. أخذ الكتاب بتاعي، كان معي أخذ كتاب منار السبيل أيضا، وأدخل في الحواري بتاع المدينة هذه، فأجد مثلا مصلى. المصلات دي كان أغلبها من المشايخ بتوع السلفية، من تلاميذ برضه هؤلاء المشايخ. فبعد الصلاة أقوم جرح للشيخ كده أقول له الله يكرمك ممكن تشرح لي في هذا الكتاب؟ والله كذا، لا أنا أعرفه ولا هو يعرفني أبدا. أنا أريد أن أتعلم، أنا سافرت من دمياط إلى الإسكندرية أريد أن أتعلم. طب الآن وقت الفجر هذا لا أستطيع أن أذهب إلى الشيخ. تمام. طيب إخوانك ما شاء الله مشايخ وطلاب علم، هل قرأت عليهم شيئا؟ نعم، أنا المرحلة الأولى لا، ثم بعد ذلك درست عليهم، ودرست قعدت مع الشيخ نصر أخويا مثلا بعد فترة من الزمن درسنا مصطلح حديث، وأيضا كنا عملت معه في علم المخطوطات وحققنا بعض الكتب أيضا يعني في هذا استفدت منهم. نعم جميل، طبيعي، جميل جدا. الحقيقة يعني كما قلت لك هذه نقطة مهمة جدا، حتى المشاهد حينما يستمع ويشاهد يعرف الخلفية العلمية من أين أتت، وهذا الجهد أيضا من الذي بناه، فمهم جدا. وكان ودي يعني نذكر مجموعة أخرى من علماء المملكة العربية السعودية الذين أنت ذهبت وتفرقت ثلاث، أنعم وأكرم بشيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير والشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية. هل في غيرهم في الرياض بالذات؟ والله يعني كانت دروس عامة، يعني أنا لا أقول مثلا أنت تلمست عند يعني مثلا في مصر حتى في مشايخ كثيرة جدا درست عليهم، لكن هذه الدروس درس 2 10 20 لا، أنا أقول الذي درست عنده فترة طويلة من الزمن. هل سافرت إلى العراق مثلا؟ لا. هل سافرت إلى المغرب؟ لا. لكن عندي تزكيات كثيرة من علماء المغرب. نعم. ما شاء الله. اللي على كتبي. على كتبك سنأتي إليها إن شاء الله تعالى. جميل. طيب بعد هذا الكتاب الذي أنت بدأت وألفت فيه، نعم. يعني لو تحدثنا عنه قليلا، ولماذا أنت بدأت بالذات في مسألة يعني أحكام الكفالة والضمانات؟ يعني هذه جزئية بسيطة من موسوعة كبيرة في الفقه. نعم. هو الأمر الأول أنا دائما أحب أن أعرف الشيء الذي لا أعرفه، فهذه كنت وأنا صغير دائما أما واحد يتشاجر مع إنسان أو يحصل أي شيء فيأخذ العوض المقابل يعني الضمان، فالناس تقول في القرية إن هذا قبل العوض على نفسه وعلى أولاده فلا هذا حرام إزاي يقبل العوض. أنا هذا الشيء الذي في داخلي وأنا صغير أريد أن أعرف هل هذا العوض حلال أم حرام. ثم بعد ذلك لما درست الفقه وكذا عرفت لا، ان باب الضمان والكفاله هو ينقسم قسمين، قسم اللي هو الضامن والكفيل الذي يلتزم بالدين سواء الكفاله بالنفس او الكفاله بالمال ولها احكام، وباب الضمان اللي هو بيكون في جميع الابواب الفقهيه. يعني باب الضمان هذا يعني انا عملت الكتاب الجامع لاحكام الكفاله والضمانات هو في 22 بابا. يعني مثلا العاريه، هل العاريه مضمونه ولا امانه؟ تمام. الوديعه هل هي امانه ولا مضمونه؟ تمام. الشركة، الشريك إذا أخذ مالا وأتلفه أو يعني حصل هناك خسران هل هو ضامن لهذا المال ولا غير ضامن لهذا المال؟ الإنسان إذا جرح غيره جراحات هل يعني فيها الدية ولا ما فيش فيها الدية؟ هل من حقي أن يأخذ هذا أم لا؟ فأنا بدأت من أول الزكاة لأن ما فيش ضمان قبل ذلك، الضمان بيكون في الزكاة. يعني إنسان أخرج الزكاة لمن يظنه فقيرا فبان غنيا، هل يخرجها مرة ثانية أم لا؟ إذا وجب على الإنسان الزكاة وأخرج مال الزكاة ثم تلف قبل أن يخرجه إلى الفقراء هل يخرجه مرة ثانية أم لا؟ وهكذا. إذا أخرج الزكاة بدون نية هل تسقط عنه الزكاة ولا لا؟ في الحج إنسان أعطى لغيره أن يحج عنه، فمثلا أراد أن يتمتع فأفرض هل يدفع زيادة أم لا؟ أراد مثلا أن يسافر طيران فسافر بري مثلا فوفر من بعض المال هل يرجعه إليه أم لا؟ إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام هل سيكون عليه أم على الأصيل؟ وهكذا. في باب العارية، الشركة، المضاربة، جميع الأبواب الفقهية أنا تكلمت عنها. كان أخي الدكتور ناصر يقول لي هذه الكلمة، يقول لي أنت مجنون والله، يعني لماذا تفعل هذا الكتاب وما الذي سيطبعه لك؟ تمام.
أنا قلت له هذه ليست مسؤوليتي، أنا دائما هكذا أقول أنت يجب أن تفعل ما عليك، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقدر لك الخير حيث كان. هذا الكتاب سبحان الله طبع مرتين، طبع مطبوع في السعودية ومطبوع في مصر. فدائما أنا لا أنظر إلى هل سيطبع الكتاب ولا يطبع الكتاب، هل أنت قادر على أن تفعل هذا الأمر أم لا؟ قادر أن تفعله افعله، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ييسر لك الأمر. جميل. طيب دعنا نكمل السيرة العلمية. نعم. أين درست الجامعة؟ الجامعة في دار العلوم جامعة القاهرة. جميل. وتخرجت منها عام؟ أنا أولا لما أخذت الثانوية الفني هذا أنا تركت الدراسة خلاص، يعني ما لم أدخل الجامعة. ظللت فترة أعمل لأن إحنا عيلة عملية شوية يعني، وأنا كنت أعمل وأحب العمل عموما يعني. ثم بعد ذلك لما بدأت طلب العلم فكان لزاما علي أن أنا أدرس إيه في الجامعة، لأن عندنا عقدة كده، أنت معك إيه الشهادة اللي معك. جميل. تمام. فبحثت فقالوا إن في كلية دار العلوم التقديم لها، فذهبت وقدمت وحضرت 4 أعوام. تمام. والحمد لله نجحت فيها، أموري تمام. ذهبت لأقدم. دار العلوم تخصص الشريعة؟ هذا لغة عربية وشريعة إسلامية. لغة عربية وشريعة إسلامية. هي بس يعني هي نظير الأزهر، يعني هي قريبة جدا من الأزهر، والدكاترة بتوعها يعني لكن أكثر تمكنا في اللغة أكثر منهم من الفقه يعني. حتى لما ذهبت إليها طبعا متأخر أنا يعني، ظللت فترة يعني بعد ما درست عند العلماء والمشايخ وهؤلاء، وألفت كتاب الجامع لأحكام الكفالة والضمانات، وأيضا أظن بدأت في الموسوعة. بعد ذلك ذهبت إلى الجامعة. سنأتي إلى الموسوعة. نعم. ومتى بدأت تكتب فيها؟ لكن نحن نريد الآن أن نأخذ فكرة عامة عن طلب العلم وعن حصولك طبعا بكالوريوس. نعم. دار العلوم. نعم. منحوك بكالوريوس. نعم. جميل. الماجستير والدكتوراه؟ أنا لما أخذت دار العلوم مباشرة أنا ذهبت السنة اللي بعدها أقدم الماجستير، فسبحان الله قالوا في شهر 8 إن إحنا التقديم يعني. فأنا سافرت إلى تركيا في شهر 6 أو أظن 6 شهر السادس، نصف السادس، وقلت خلاص هرجع كده. فسبحان الله حدثت الأحداث في مصر وظلت هنا. الربيع العربي. لا بعد الربيع العربي يعني، بعد الأحداث الانقلاب اللي حصل وهذه الأشياء. فأنا كنت في مصر وراح أقدم في شهر 8 الماجستير طبيعي، لكن أنا سافرت إلى هنا لعمل ما، فسبحان الله حدثت الأحداث فبقيت يعني أنا هنا قبل الأحداث. كان عام كم هذا؟ عام 2013. عام 2013. جميل. نعم. جميل. طيب أين أكملت الماجستير؟ أيضا تركت الماجستير وتركت كل هذه الأشياء لفترة من الزمن، وظللت أعمل في الخلاصات وفي الموسوعة. فلما أتيحت لي الفرصة أن أنا في ماجستير هنا باللغة العربية، لأن ما كانش فيه لغة عربية، كله هنا باللغة التركية، ففي جامعة اسطنبول صلاح الدين زعيم، فتقدمت للماجستير. فسبحان الله كانت الدراسة بدأت بقالها يعني أكثر من أسبوع أو أكثر من أسبوع، فبعض الدكاترة أخذني وقدمني إلى رئيس القسم. يا سلام. فقال له هذا الشيخ ياسر له مؤلفات وكذا وكذا ونريد أن. من هذا الشيخ؟ هل ممكن نعرفه ونسلم عليه من هنا؟ الدكتور إيه؟ الدكتور أشرف دوابة. هذا أنا ما أكرم أستاذ، نحييه من هذا المكان. الدكتور أشرف يعني من نعم الناس والله. نعم. والله الله يحفظه يا رب العالمين. سافرنا سويا. نعم الشيخ ونعم العالم، بروفيسور كبير في الاقتصاد الإسلامي، قوي جدا في جانب الشريعة وجانب الاقتصاد يعني. ليس من نحبه في الله. دكتور أشرف دوابة رجل ما شاء الله. الله يحفظه. يعني أنت وقعت على رجل رحيم. وكانت يعني تعتبر أول لقاء لي بي أو قبله بلقاء يعني، لم يكن هناك بيننا لقاءات قبل ذلك يعني، لم يكن بيننا معرفة. جميل. فذهبت إليه فرحب الله يجزيه الخير، وقابلني بالدكتور عبد المطلب إربة اللي هو رئيس قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة صلاح الدين زعيم. جميل. فقال له الدكتور الشيخ ياسر كذا كذا نريد أنه هو يدخل الماجستير. فكان الدراسة بدأ بقالها أكثر من شهر ونصف تقريبا يعني، فكان صعب جدا يعني. فالدكتور الله يجزيه الخير كان متساهل جدا معي، فقدمني والحمد لله قبل الأوراق ودخلت الماجستير باللغة العربية. باللغة العربية. جميل. فكان في موقف طريف كده حصل، فالدكتور أشرف بيقول له ده الشيخ ياسر مؤلف كتب وهكذا. قال له لا احنا عندنا واحد بقى يعني ما يقدر يعمل معه حاجة، ما يقدر يعني يصد معه. يعني ايه؟ يعني عندنا واحد عالم كبير يعني في القسم، وهذا وإن كان متخصص في الفقه فهذا متخصص في الفقه فلا يستطيع أن يقترب منه يعني.
فقلت له لا يوجد إشكال الحمد لله. فسبحان الله هذا الدكتور لن أقول اسمه يعني فبعد محاضرتين يعني كأنه يقول عندنا عالم كبير فقهي فإحنا يعني نخشى أن يكون في تصادم أو شيء من هذا القبيل ولا إيش؟ لا، هو الدكتور أشرف بيقول له إن الشيخ ياسر متخصص في الفقه وقوي في الفقه وهكذا وكذا. قال له إيه يعني مش هيجي حاجة جنب الشيخ اللي عندنا جنب الدكتور اللي عندنا يعني. نعم جميل. قلت له لا ليس هناك إشكال. فسبحان الله من تقدير الله إن بعد 3 أو 4 محاضرات طبعا تناقشنا، يعني أنا أحب النقاش العلمي يعني. تناقشت مع هذا الشيخ مع الدكتور هذا الدكتور فاضل، ودكتور من أهل العلم الكبار أصلا يعني حقيقة يعني، هو من أهل الشام وكان فاضلا حقا. فكان يشرح لنا أصول الفقه وبعض الأشياء الفقهية ومتخصص في الفقه الحنفي يعني. فسبحان الله بعد 3 محاضرات تقريبا قال قدام كل الطلبة والله أهو شوفوا في ناس ما أخذت الماجستير لسه ولا الدكتوراه، والله العظيم الشيخ ياسر أعلم مني وأعلم من كل موجودين. فقال هذه الكلمة. فالحمد لله يعني كان هو متخصص جدا في الفقه الحنفي يعني، هو أصلا معروف ومشهور يعني. بس أنا أقول الله يجزيه، نحييه من هذا المكان حتى لو لم أنت تذكره، هذا من تواضع أهل العلم جزاه الله خيرا كونه يشجع طلبته ويقول هذا كلام. أنعم وأكرم. طيب حصلت على الماجستير عام كم؟ عام كم؟ لا ما تسألنيش على الأعوام يعني درست 2 أكيد. أي نعم، سنة دراسة وسنة ونصف في الرسالة. كان المشرف علي في الرسالة عليه رحمة الله دكتور حسن أبو غدة، هذا سوري وسبحان الله مات في كورونا عليه رحمة الله. فكان من يعني نعم المشرف والله ونعم الدكتور، كان يعني فاضل جدا جدا وكان يحبني كثيرا يعني. سوري يعني. أي والله سوري معروف هو يعني. تستاهل من يحبك يا شيخنا. الله يعزك. طيب بلاش من الأعوام، لكن كتبت رسالة في ماذا كان عنوانها؟ الرسالة أنا تكلمت فيها برضو عن أحكام الكفالة والضمانات، برضو كانت الرسالة نفسها لأن كانت أول كتاب لي. فأنا بس عملت هو كان عن جزئية واحدة من الكتاب كان مجلدين كبار. أنا تكلمت عن جزئية واحدة وهي مسألة الضمان والكفالة بس في الماجستير. تطرقت بقى لإيه؟ لموضوع التأمين على الحياة وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية، لأن هذه أشياء تخص الاقتصاد الإسلامي. فيعني حولت هذا الموضوع إلى باب الاقتصاد. وأنهيت الماجستير ودخلت الدكتوراه مباشرة. لا أريد أن أعرف النتيجة. النتيجة عندنا ما فيش نتيجة. عندنا أنت حضرت الماجستير خلاص أنت نجحت وخلاص يعني، قدمت الرسالة. لا يوجد عندنا مثلا جيد جدا ممتاز هذه الأشياء. ما في. لا ما في عندنا في الجامعة هكذا. نعم. يعني ما في مثلا مع مرتبة الشرف الأولى وتوصية بالطبع كما تعودناه هذا في مصر. جامعاتنا. هذا في مصر. حتى في المملكة العربية السعودية. والله هو في المملكة العربية السعودية، لكن هنا للأسف ما في هذا الكلام. نظام أوروبي. لا أدري، هو النظام الأوروبي هكذا تقريبا. هو خلاص أنت تجاوزت حتى حصلت على الشهادة وانتهينا وقبل بحثك فقط. قبل بحثك. نعم. انتقلت إلى الدكتوراه مباشرة. لكن الدكتوراه أنا فكرت بقى عملت شيء يعني جديد شوية، اللي هو قدمت رسالة الدكتوراه في الحيل الشرعية للمحرمات الفقهية في المعاملات المالية. يعني الآن عندنا كثير من المعاملات، أنا عندي أكثر من 13 مجلدا في المعاملات المالية في الفقه على المذاهب الأربعة. الحيل الشرعية للمحرمات الفقهية في المعاملات المالية. للمحرمات الفقهية في المعاملات المالية. نعم. جميل. هذه الإشكالية كانت في ماذا؟ إن إحنا عندنا عقود كثيرة من الجهة الفقهية حرام أو لا تجوز، لكن هل لها مخرج شرعي إن إحنا لو عملناها بطريقة أخرى هل تجوز أم لا؟ فهذا بناء على موضوع الحيل. هل أعطيني مثال. المثال مثلا المضاربة. المال في يد المضارب مال أمانة، لا يضمن إلا في حالتي التعدي أو التفريط. جميل. ولا يصح اشتراط الضمان عليه. جميل. تمام. هذا محل اتفاق عند العلماء. جميل. طيب هل هناك مخرج شرعي إن إحنا لو عملناه يصبح هذا المضارب ضامن لهذا المال أم لا؟ لأن الآن أنت تعطي المال مثلا لإنسان يتاجر به، ثم بعد فترة يقول لك إيه المال خسرت المال. في الشرع هو قوله مقبول شرعا. جميل. تمام. وأنت يضيع مالك في هذه الحالة.
طيب أنت الآن تريد أن تضمن مالك، أو كثير من الناس عندهم أموال ويخافون أن يعطوها مثلا لناس يتاجرون بها مضاربة. ليه؟ لأنه في الآخر يقول لك أنا خسرت المال، ويأتي للشيخ أو لعالم من علماء الشريعة يقول له شرعا هو قوله مقبول، وأن هو لا ضمان عليه إلا في حالة التعدى والتفريط. طب أنا مش عارف أن هو تعدى ولا فرط، فعندئذ يكون القول قوله. فأنا أتيت بطريقة ومخرج شرعي إن احنا نحول هذا المضارب من يد أمانة إلى يد ضمان. كيف؟ تمام. هذه يعني تحتاج شرح شوية، ممكن؟ طبعا ممكن. أنت لأنه لماذا أنت اختياراتك يعني غريبة؟ في الماجستير أخذت الجامعة لأحكام الكفالة والضمانات مسألة واحدة منها، والآن في الدكتوراه أيضا الحيل الشرعية للمحرمات في المعاملات المالية. نعم. ففي غرابة نوعا ما يعني، وهذا جميل يعني أن تطرح شيئا جديدا في الساحة هو الذي حقيقة الناس تحتاج إليه. هو هذه كانت الفكرة عندي. الفكرة عندي إن أنت مثلا ما ينفعش تكون أنت طبيب فقط، أنت المفترض أنت تبحث عن العلاج أو تبتكر علاج، تبتكر حل لهذه المشكلة. إحنا عندنا إشكالية في الفقه في بعض الجوانب إن المضارب أمين. طيب ما دام إنه هو أمين، إذا تعدى أو فرط ولم تقم أنت ببينة عليه فعندئذ لا ضمان عليه. تمام. طيب الآن كثير جدا هذا المعروف، هذا المعهود في كتب الفقهاء، هذا كله كتب الفقه. أي نعم. وفي إجماع على هذا. نعم. صحيح. طيب الآن وعليه الآن كيف نحن نلزم المضارب بالضمانات التي لم يوجب عليها الشرع أصلا؟ نعم. ففي مخرج شرعي ذكره فقهاء الأحناف والإمام ابن القيم رحمه الله. قالوا طبعا احنا عندنا إشكالية أخرى، إن هل الحيل أصلا جائزة ولا غير جائزة؟ تمام. والمخارج هذه هل هي جائزة ولا غير جائزة؟ ففي عندك فريق من العلماء يجوز، وفي عندك فريق من العلماء لا يجوز الحيل عموما. يعني عندك الشافعية والحنفية عندهم لا يأخذون بسد الذرائع، فدايما عندهم موضوع الحيل هذا أو المخارج الشرعية متوفر عندهم، يعني موجود عندهم هذا الأمر وجائز عندهم. عند المالكية والحنابلة لأنهم عندهم سد الذرائع، فدايما الحيل تناقض سد الذرائع فلا يأخذون بها. تمام. لكن في مثل هذا المثال ابن القيم رحمه الله ذكره في إعلام الموقعين إن أنت تبحث لحد ما تأتي بمخرج شرعي. إيه هو المخرج الشرعي؟ إن أنا مثلا أعطي لحضرتك مثلا $100,000 قرض. القرض أصبح مضمونا عليك أم لا؟ نعم. هذا قرض مضمون ولا غير نعم. مضمون. ثم بعد ذلك أنا أدخل معك شركة، أنت $100,000 اللي هي أصلا أصبحت دين عليك وهي في ذمتك $100,000، وأنا سأدخل معك مثلا ب1,000 واحد. هل هذا جائز في الشرع ولا غير جائز؟ جائز. $100,000 وأنا ب1,000 لا يوجد إشكال. ثم نقول الربح مناصفة يعني في 1000، لا في 101,000. كيف 101,000؟ الآن أنت حضرتك أخذت $100,000. أي نعم. هذا دين، هذا دين، هذا ليس لك فيه شيء، ليس لي فيه شيء، صح؟ نعم. لكن أنت اتفقت معي أن سندخل شراكة مع بعض. جميل. تمام. أنت خلاص أنت أخذت $100,000، فأنا من حقي أن أنا أطالبك $100,000 دي في أي وقت أم لا؟ لو تلفت بتعدي منك أو بغير تعدي يجوز أن أنا أطالبك بها أم لا؟ يجوز، لأنها أصبحت مضمونة عليك. جميل. لأنها دين أصلا، لأنها دين. لكن لست شريكا الآن لست شريكا في الأرباح في كامل 100، ربما في 1000. لا أنا الآن لست شريكا مطلقا الآن. ثم أقول لك أو تقول لي ندخل شراكة مع بعض. بماذا؟ أنت ستدخل $100,000 وأنا سأدخل ب1,000 واحد. يبقى الآن مجموع المال كم؟ 101. نعم. طيب هل ينفع ان احنا نقول ان الربح بيننا يكون مناصفة ام لا؟ يعني $100,000 انت تعمل بالمال وليك 50% وانا ادفع 1000 واحد ولي 50% من الربح، يجوز ولا لا؟ هذا يجوز عند الحنفية وعند الحنابلة. طيب الخسارة تكون على ماذا؟ تكون على قدر رأس المال باتفاق العلماء. يعني لو قدر الله حضرتك خسرت مثلا 10,000، 9,500 يكونوا عليك وانا فقط علي. لا لو خسرت مثلا 50,000، 59,500 يكونوا عليك، 49,500 يكونوا عليك وانا فقط علي 500. لان الخساره بتكون على قدر راس المال، وانا راس مالي كم؟ $1,000. وانت راس مالك كم؟ 100,000. 100,000. فالان خسرت انت 50,000، انا مقدار ال1000 بتاعي، انت دلوقتي خسرت نصف الاموال كلها، نصف المال بتاعي كم؟ هذا لا حرج اذا كنت ستاخذ ربح 1000.
لا، ربح ال 101 ألف. لا كيف تدخل في هذا؟ نعم هكذا، هو هذا اللي فيه نقاش يعني. هذا اللي فيه النقاش. جميل هذا نحن نناقش المسألة. فقال احنا يجوزون هذا. نعم. يعني دي طريقة أخرى ان احنا نضمنه. فهو لو جاء الصبح وقال لي أنا خسرت المال كله، ما عندك مشكلة، أنا كل اللي خسرته إيه 1000 أو 100، لكن أنت خسرت 100,000، فأنت كده يجب عليك أن تضمن. طيب حصلت على شهادة الدكتوراه عام كم؟ هذا العام الماضي. هذا العام الماضي 2023. أصبحت الآن دكتور في الفقه المقارن. لا، هي في الاقتصاد الإسلامي، لكن أنا تخصصي الأساسي في الفقه المقارن. يعني حقيقة الأمر الماجستير والدكتوراه بالنسبة إلي يعني لا أقول لا شيء، لكن هي حقيقة يعني بسيطة جدا بالنسبة للتأليف الموسوعة أو الخلاصات. يعني لا شك الجهد العلمي الذي أنت بذلته طيلة حياتك لا هو جهد مقدر بلا شك، وهو الذي حقيقة ينتج الشهادات. إنما هي حقيقة يعني تعين الشخص على أداء مهامه في الأجهزة العلمية الموجودة فقط. تمام. بلا شك. نعم. يعني هذا، ولذلك حتى يتابع معنا المشاهد أن الشيخ ياسر النجار طلب العلم على العلماء، وطلبه أيضا بالدراسات النظامية الأكاديمية. نعم. وكتب فيه وأجيز فيه من الجامعات الكبرى كجامعة صباح الدين الزعيم. هذا كله مهم أثناء النقاش حتى نعم. المشاهد يطلع عليه. إذن حصلت على شهادة الدكتوراه في عام 2023، ولكن الجهد العلمي كان منذ أكثر من 20 سنة. نعم. وأنت تطلب العلم على هؤلاء المشايخ. جميل. طيب الآن سندخل في تاريخ هذه الموسوعة. نريد أولا النبذة تعريفية بسيطة، سنتعمق في الدخول فيها، لكن نريد ما معنى موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة؟ ما معنى هذه؟ ما هو هذا الكتاب؟ تعريف بسيط، ثم متى بدأنا الرحلة في كتابته؟ هو أولا الكتاب كان الأول يسمى الفقه الميسر على المذاهب الأربعة. هذا كان نعم، لأنه كان في الأول طبعت 4 مجلدات اللي هو فقه العبادات. ما هي فكرته؟ أعطينا الفكرة قبل الاسم. الفكرة أولا أنني نشأت في بيئة أغلبها سلفية، والتيار السلفي لا يؤمن إلا بقول واحد. وكان لماذا لا؟ يعني أنا أتكلم عن البيئة التي نشأت فيها. الآن كل هذا تغير كثيرا في السنوات الأخيرة. في محاضن سلفية. وكان مشايخنا الشيخ محمد مختار الشنقيطي وغيره يعني ربونا على احترام أقوال المذاهب، لكن في الأول والآخر هو قول واحد هو الصح. ولكن نأخذ بالراحة. نعم صح. نعم، نحترم أقوال المذاهب حتى لو كانت ضعيفة، نحترمها ونحترم هذا اللي تربينا عليه المشايخ. نعم. ونأخذ بالقول الراجح الذي تطمئن إليه نفوسنا من خلال الأدلة ومن خلال النصوص الشرعية. يعني ممكن نختلف في هذه النقطة شوية بعدين. لا بأس. نعم. فابتداء الأمر كنت أنا في مكان ما، فكان بعض المشايخ كانوا من الأزهر، فكان مثلا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. فكان أحد الطلبة هؤلاء اللي هم التيار السلفي وكان صديق لي، يعني كان يجره من على المصلية يرجع وراء عشان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. لا. فشوف يعني هنا بقى نقطة التعصب المقيت في هذا الأمر. فأنا من نعم الله سبحانه وتعالى علي أنني يعني في حتى في كتاب الكفالة والضمانات كان على المذاهب الأربعة، فأنا عندي بدأ في اطلاع على المذاهب الأربعة، رغم أن أنا متربي تربية سلفية، سواء عندي الشيخ مصطفى العدوي أو عندي مشايخ الإسكندرية أو عندي طبعا قبل أن أذهب للشيخ عبد الكريم الخضير، لكن عموما أيضا كنت أدرس على مشايخ السعودية من التسجيلات وهذه الأشياء، فالتربية سلفية، لكن مختلف عنهم في هذه النقطة تماما. يعني أقول لا، إن الفقه أوسع من هذا تمام، أو الشريعة أوسع من هذا، وموضوع الرأي الواحد أو القول الواحد هذا صحيح، لكن لا يمكن لإنسان أن يفتي بالقول الواحد إلا إذا كان ملما بالشريعة أو ملما بالمسألة. أما أن الإنسان يقرأ قول في كتاب أو مثلا يفتح كتاب أو اثنين ويقول لك هذا القول الراجح، هذا من وجهة نظري غير صحيح. وإنما القول الراجح دي متى يخرج منه؟ حينما يقرأ المسألة من كل المذاهب الفقهية مع أدلة هذه المسألة، ثم بعد ذلك يتبين له أن هذا القول هو صحيح، ثم يكون هو أيضا من أهل الترجيح، يعني هو أيضا يكون عنده إلمام وهو طالب علم قوي. أما بمجرد أن أنا أفتح
كتاب مثلا واقول ان هذا هو القول الراجح، انا لم اقرا غيره حتى اعرف ان هذا الراجح ولا المرجوح. صحيح؟ فلا بد اولا ان انا اكون عندي اطلاع كامل بالشريعه، او على الاقل بالباب الفقهي اللي انا اتكلم فيه، او بالمساله هذه بالادله بتاعتها، ثم بعد ذلك ارجح. اما ان انا اقرا في كتاب مختصر واقول ان هذا هو الراجح، من قال لك ان هذا هو الراجح؟ ويوجد يعني اقوال اخرى كثيره. يعني مثلا تجد، انا اكلمك على الكتب التي كنا ندرسها، مثلا تيسير العلام ولا غيره من هذه الكتب. درست كل يعني كتب كثيره من هذا الايه، على هذا المنوال. القول الراجح، القول الراجح، القول الراجح. طيب ما فيش مره الاحناف قالوا قول الراجح مثلا؟ ما فيش قول مثلا المالكيه قالوا قول الراجح؟ يا اما الشافعيه اما الحنابله، يعني اما ابن قدامه او الامام النووي رحمه الله، هؤلاء بس القول الراجح؟ لا، لابد ان يكون الانسان عنده اطلاع واسع اكثر من هذا. فالشاهد، اخي الدكتور ناصر قال لي ماذا ستفعل بعد كتابي اللي هو الكفاله والضمانات؟ قلت له والله انا افكر ان اعمل كتاب في الفقه. قال لي لا. قال لي اعمل بحث يعني مثلا بحث في المساله الفلانيه، بحث في المساله الفلانيه. قلت له لا، انا من طبعي انني اذا عزمت على امر ما خلاص سافعله، فما المانع بدل ما اعمل بحث ابدا الفقه من الاول الى الاخر. فقال لي هذا يعني صعب كثير وياخذ منك وقت كبير جدا وكذا وكذا. فسبحان الله انا استخرت الله سبحانه وتعالى وبدات في هذا الايه الامر. بدات من اول كتاب الايه الطهاره، على اساس ان يكون الكتاب عموما الفقه الميسر على المذاهب الاربعه في 5 6 مجلدات 7 مجلدات بكثير يعني. تمام. فادخل في المساله، لا ابحث فيها بحث قوي، وانا ايضا عندي المام قبل ذلك. ف بدات عملت 4 مجلدات قسم يعني كانت الفكره تولدت من خلال بعض طلاب العلم الذين يرون أن القول في المسألة هو قولا واحدا فقط وتعصب ولا يترجح، وأيضا فيه تعصب. فأنا كنت لما أجي أكتب المسألة كنت أراه أمام عيني وأكتب كأنني أكتب له. فكان الغرض عندي في ماذا؟ أولا تيسر العلم الفقه المذهبي للناس. الأمر الثاني أن على الأقل إذا لم يقتنع بهذا القول لا ينكر هذا القول. يعني أنا كنت أفعل هذا الأمر، يعني أنا لما أكتب في المسألة الفلانية أعرف مثلا هذا سلفي، هذا بمن يقتنع؟ يقتنع مثلا بابن تيمية رحمه الله، أجيب له قول ابن تيمية إذا كان إذا كان سيجعل مثلا اللي هي السنة القبلية لصلاة الجمعة يوم الجمعة. تمام. طبعا مهما تجيب له من أقوال لن يقتنع به، لكن لما أجيب له كلام ابن تيمية يقتنع به. تمام. الجهر بالبسملة يعني مثلا الآن في مسألة القول الراجح وغير الراجح، الفقه المقارن وأنت طلعت عليه وتعمقت فيه في مسألة الصلاة بغير الفاتحة. من لم يقرأ الفاتحة فلا صلاة له. نعم. أو فهي خداج حديث نعم. النبي صلى الله عليه وسلم. حسب علم القاصر الأحناف يجيزون الصلاة بغير سورة الفاتحة. نعم. الآن نحن لما نقول لا، لابد لك أن تقرأ سورة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هل في هذا حرج على السلفي الذي يقول أن الراجح وهي فتوى ابن عثيمين وابن باز والألباني والأئمة الكبار؟ وأعتقد أيضا أنا لم أقف على كلام الشيخ القرضاوي في هذه المسألة. نعم. أعتقد أنه لو فتشنا في كتبه سنجد هذا. هل هذا يلام عليه السلفي أنه أخذ بالقول الراجح؟ لا أبدا. هنا أولا لابد أمرين، هل إحنا وقفنا على أدلة الأحناف ولا لا؟ تمام. يعني الأحناف يستدلون بهذه الأدلة اللي حضرتك قلتها على عدم الوجوب. تمام. أولا كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. يقول نعم هي خداج يعني ناقصة وليست إن هي باطلة. ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا لا صلاة كاملة وليس نفي صحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال للرجل الأعرابي الذي لم يكن يحسن الصلاة ولم يعلمه إلا الفرائض، قال كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ورواية الفاتحة هذه الرواية فيها ضعف أصلا، فقال له اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولو كانت قراءة الفاتحة ركنا من أركان الصلاة لقرأه، لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بها. يعني ثم قالوا إن هي من القرآن زيها زي سائر القرآن. جميل. يعني عندهم وجهة نظر. أيوة نعم. أنا المقصد عندهم وجهة نظر في تأويل هذه النصوص الشرعية
واخراجه. لكن ايضا الشخص الذي نحن نسميه سلفي ايضا هو اخذ باقوال اهل العلم، لا يوجد اشكال، واخذ ايضا هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور، يعني هذا قول المالكيه والشافعيه والحنابله والظاهريه وكل شيء. جميل. لكن الاشكال ليست في مثل هذه المسائل، تمام. هناك مسائل بسيطه جدا ويتعصب. وين الاشكال؟ التعصب نعم زين صحيح. او ايضا انا هضرب لحضرتك مثال، هل ينفع لكن كونه يجره من الصلاه لانه قال بسم الله الرحمن الرحيم، يعني اي تعصب اكثر من هذا؟ لا تمام، هذا لا يقبل. لماذا؟ عارف الاشكاليه في ماذا؟ لانه لما تعلم ان هذه هي السنه فقط وغيره بدعه او لا يجوز. لكن هو لو تعلم ابتداء ان في قول اخر بيقول كذا وان كان الصواب كذا ما عندوش مشكله، لكن هو تعلم ان هذا القول هو الصحيح تماما وان الاخر غلط او بدعه او كذا او كذا، فدي في اشكاليه في هذا الامر. جميل. إذا كانت هذه هي الأسباب التي أدت بك في كتابة الموسوعة أو البداية في كتابة البداية. جميل، تمام، نواصل. فبعد ذلك أنا عملت 4 مجلدات العبادات، ثم انطلقت إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. أنا كان عمري تقريبا 24 سنة في هذا الوقت، سبحان الله، حتى قبل أن أدخل الجامعة. يعني خلاص أنا أصلا قعدت فترة منقطع عن الجامعة وقبل أن أدخل الجامعة. وكتبت 4 مجلدات. 4 مجلدات اللي هم الأوائل في قسم العبادات. ما أنا أريد أن أعرف هل قسم هذا العبادات كاملا؟ هو الآن 5 مجلدات. لا قسم العبادات كاملا يعني من باب كتاب الطهارة لحد الحج. لحد الحج. نعم. لكن أنا وسعته أكثر في الطبعة الجديدة خلاص يعني الحمد لله. لكن الشاهد أنا لما عملت ال4 مجلدات هذه قلت طيب من أدراك أن أنت صحيح ماشي صح ولا ماشي غلط؟ صح ولا لا؟ أنت الآن بتقول أنت عملت كتاب في الفقه على المذاهب ال4، فقلت ما هي أعلى دار رسمية في العالم؟ هل كان معك أحد يشرف عليك في هذا العمل؟ أنا كان في الشيخ اللي هو الشيخ محمد عبده، كان يعني يرى عملي أيضا، وكنت عرضت هذا الأمر على الشيخ مصطفى العدوي برضه، يعني كنت يعني مثل هذا يعني كنت أعرض. لكن أيضا هؤلاء لم يكونوا مذهبيين، هؤلاء كانوا طريقة الراجح، فكان في خلاف شويه يعني في هذا الامر. هم على مذهب الذي نحن عليه. نعم. مشايخنا نحيي الشيخ مصطفى العدوي وقد قابلته اكثر من مره. نعم شيخنا طبعا سيدنا المكرمه جزاه الله خيرا، ايام تقريبا 1410. شوف الشيخ مصطفى الان لما سئل عن هذه الموسوعه بعد ذلك قال ان هذا افضل كتاب صنف في الفقه. وله فيديو موجود على الانترنت ما شاء الله. يعني شوفها، يعني رغم انه هو ليس مذهبيا على الاطلاق، لكن لما شاف الموسوعه كامله وكذا الحمد لله اثنى عليها ثناء كبيرا. فالشاهد انا انطلقت الى مجمع البحوث الاسلاميه في الازهر الشريف، قلت اعرض عليهم الكتاب يقولون هل هو صح ولا غلط، في اخطاء ولا كذا ولا كذا. فسبحان الله حصل لي موقف هناك لن انساه ابدا. نعم. أنا خرجت طلعت أظن والله في الطابق الرابع أو شيء مثل هذا. فطبعا الذي يؤلف كتاب أصلا هذا حاجة كبيرة، اللي يؤلف كتاب فقه مقارن هذا حاجة كبيرة جدا يعني. فأنا قلت الأستاذ اللي هناك اللي هو بيأخذ الكتب، بلا شك هذا توفيق من الله عز وجل الحمد لله. ليس كل أحد يكتب، يعني أنت لما تكتب مقال يأخذ منك وقتا وجهدا وتراجعه لغويا وتراجعه النصوص وتكتب. فكيف بموسوعة في كم مجلد؟ 25 مجلد. في 25 مجلد، أمر جبار يعني لله. الناس في بعض الإخوة الذين التقينا بهم في أوروبا وغير أوروبا أيضا، الأوروبي إذا كتب كتيب صغير في 50 صفحة يعملون له احتفالا كبيرا وعزومة في كافيه، وأن فلان هذا كتب يعني كلام حقيقة يعني وهو كلام قد لا يكون كلاما علميا رصينا، إنما هو مجرد روايات يكتبها صح. فيعملون له هذا العمل الكبير والصرح الكبير والسفر العظيم في 16 سنة يكتب، لا شك أنه عظيم. صلى الله أن يكون اللهم آمين. فذهبت إلى هناك فنظر إلي هكذا، والله أنا كان أصلا شكلي صغير، يعني أنا كان عندي 24 سنة وما زلت كبيرا في عملك وصغيرا في سنك. فنظر إلي يعني عقل لم يستوعب أبدا. أنا أنظر إلى عينيه في هذه إلى وجهه، فقال ما كده يعني هو تلخبط كمان يعني ما هذا؟ قلت له والله كتاب فقه على المذاهب ال4 وجايبه يعني ترجعوه كده. قال لي امشي كده من زين. قلت له يعني حضرتك انا مؤلف كتاب وجايب الكتاب يعني. فمن هنا لهنا قعدنا لا اتذكر الامر ده. قال لي طب خلاص روح حجر هات لي دمغات يعني عشان
نثبت ان انت يعني كتبت هذا الكتاب باسمك وحطيت دمغه من تحت، فنزلت اشتريت الدمغه من تحت وطلع. قال لي خلاص روح صوره وتعال. فصورته وجيت. فقلت له مثلا متى اتيكم حتى اعرف يعني هل هذا الكتاب جيد ام لا وكده. قال لي كم شهر كده. فكنت اتصل بعد 4 أشهر او 5 أشهر، فبعد 6 أشهر ذهبت اليه. فقام جاي هو، والله لا انسى هذا الموقف ابدا في حياتي. قال لي انت صاحب الكتاب كذا؟ فهو طلع في عالم اظن والله اعلم، انا على ما اتذكر الشيخ حسن الشافعي الله يحفظه يا رب العالمين، هو اللي كان راجع الكتاب. فلما راجع الكتاب هو كتب كلاما يعني ثناء على هذا الكتاب، يعني كمحكم. جميل. تمام. وهو لا يعرفه. انا ولا يعرفني ولا أنا اصلا كنت اعرف الشيخ حسن الشافعي اصلا. انا اتذكر ان شفت الشافعي يعني او حاجه زي كده، لان الورقه دي ما انت لا تاخذها، هو بيديك ورقه في النهايه. بس هو لما قرأ، هو يقرأ ويثنى على الكتاب، والكتاب جيد، والكتاب كذا وكذا وكذا، في كذا وكذا وكذا، ايه كذا وكذا وكذا، في كلمه، في عباره انا لا انساها. الامام النووي رحمه الله يقول ايه: ومن يتكرر دخوله على الحرم لا يلزمه الاحرام. هو قال لي ومن لا يتكرر دخوله، وانا رجعت لقيت كلامي ايه الصح. يعني اولا في الاول والاخر هي حرف لا، يعني هل هو يتكرر دخوله او لا يتكرر دخوله. وكلمه اخرى انا ذكرتها من كتاب الامام الكساني في بدائع الصنائع، كانت مكتوبه بالخطا. وكان في مساله اخرى اللي هو الانسان اذا اغتسل من الجنابه ثم خرج منه مني، هل يجب عليه أن يغتسل مرة ثانية أم لا؟ أنا ذكرت أقوال العلماء باختصار حقيقة لأنه لا يوجد عليها أدلة. فقال زود هذه المسألة شوية، يعني مثلا أضف تعليلات أو كذا وكذا. هذه 3 مسائل فقط اللي ذكر، وهذا موجود عندهم أيضا في مجمع البحوث الإسلامية. اللي وأثنى على الكتاب. الرجل ينظر إلي والله هكذا، ينظر إلي وينظر إلى المكتوب، اللي هو الموظف المسؤول عن هذا الموضوع. وهو عنده مين؟ الدكتور وهبة الزحيلي، فلان الناس اللي عمالقة الكبار دول، وهذا من هذا. فسبحان الله، فأعطاني ضبطت هذه الأشياء. وكان وأنا أثناء التصوير في بعض الصفحات سقطت يعني من التصوير، فعدلت واديت لهم الأوراق وأعطاني الإيه في أول 4 مجلدات موجودين في تزكية مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في ال4 مجلدات. ثم بعد يعني كتبوا لك تزكية موجودة على المجلدات الأول، يعني تصريح بالنشر والطباعة أن الكتاب تمام يعني. فهذا شجعني كثيرا جدا. يا سلام. فلما ذهبت إلى مكتبة لكي تنشر هذا الكتاب، طبعا هذا كان عام تقريبا 2000 وكم؟ ممكن نكون 2004 2006 2007 تقريبا، والله اعلم. انا في الاعوام في الاسماء لا تسالني. جميل. جلس بالتقريب. احنا كان عمرك حوالي تقريبا 24 سنه، الان انت عمرك 42 سنه. 42 نعم. سنه، يعني في هذا الحدود. نعم. فاخذت الكتاب وذهبت الى دار التقوى بالقاهره. فقلت لهم والله انا معي كتاب، كنت قابلته في المعرض الاول، قلت له والله انا معي كتاب كذا كذا كذا. قال لي طب يبقى هاتوا تعالى لي المكتبه في الازهر. جميل. بعد المعرض فذهبت بالكتاب وذهبت اليه الى مكتبه التقوى، دار التقوى. فهو كان يطبع في هذا الوقت كتابا اخر، وكتاب دي كان مشهور جدا في مصر. انا لا اقول اسمه يعني عشان ما يبقاش فيه شيء. بسم الله عليك. فذهبت إليه في مكتبة دار التقوى في القاهرة. فقال لي هو كان عنده كتاب يعني جديد وكتاب يطبعه، وكتاب كان مشهور جدا في مصر في هذه الأثناء. فقال لي ما الفرق بين هذا الكتاب بتاعك وهذا الكتاب؟ حقيقة كنت والله لا أعرف. أنا فيها طبعا لما أريد أن أفعل شيئا لا أخذ الكتب التي كتبت في هذا المجال أمامي. لماذا؟ هو بعض الناس يقول لك لا هذا خطأ، لا، لكن أنا وجهة نظري حتى يكون كله من عندي نفسي، من عندي أنا، اجتهادي كله من عندي. لا، لكن وجهة نظرهم هم الآخرين أنهم يقصدون حتى لا تكرر شيئا. صح. يعني أنت لما تطلع على موسوعة كذا وموسوعة كذا وموسوعة كذا، خلاص تأتي لنا بشيء جديد، لا تكرر العمل. ما هو صحيح، لكن الإنسان دائما بيتأثر بالشيء اللي أمامه، تمام، ويأخذ منه أغلبه. فأنا كنت يعني كانت الفكرة عندي أنك تأتي بشيء جديد يعني لا تعرف الآخر، ففي الغالب قطعا ستأتي بجديد. طيب وجهة نظر. نعم. وجهة نظر. فقلت والله حقيقة أنا لا أعرف، لكن ممكن نفتح أكثر من موضع من الكتاب عندي ونفس المسائل من هذا الكتاب. والله يا عظيم 3 مسائل. ثم قال خلاص
اطبع على طول. على طول. بفضل الله. يعني هذا كان شيخ كبير اصلا ومشهور، معروف، يعني كان كتابه بسم الله ما شاء الله اتباع منه بالالاف المؤلفه يعني. ما شاء الله. ثم مباشره طبع الكتاب، سماه الاول الفقه الميسر على المذاهب الاربعه، وبعد ذلك بدات ان انا اكمل باب العبادات المعاملات. سماه ماذا سماه؟ الفقه الميسر على المذاهب الاربعه، اللي هو كتابك. هذا الاول، الاربع مجلدات الاول، الفقه الميسر. 4 مجلدات. ثم بدات اكتب في المعاملات، فلما وصلت ل10 مجلدات، لا، ولما طبع الطبعه الثانيه من ال4 مجلدات الاول، خلصوا الطبعه الاولى، فقال طبعا وتوزعت وبيعت الحمد لله. طبعتهم 1000 نسخه. 1000 نسخه. جميل. بعد ذلك قلت له ان انا الان هشتغل في المعاملات. قلت له ما عادش ينفع نسميه الفقه الميسر بقى، ما عادش الميسر، هذه بقت موسوعه، فنسميه موسوعه الفقه على المذاهب الاربعه. وبعدين بعد ذلك سميناه موسوعه الفقه على المذاهب الاربعه. طبع ل10 مجلدات الاول اللي هو العبادات وجزء من في خلال كم انتهت الطبعه الاولى؟ والله لا اذكر حقيقه يعني، لكن لم تغب، يعني ممكن سنه او شيء يعني، تقريبا سنه ونصف. طيب، لا بعدها انت بدات في المعاملات. لم انتهي من المعاملات، كملت 10 مجلدات، فطبع ال10 مجلدات. طبعا 10 مجلدات. طبعا 10 مجلدات. قال لي الكتاب مطلوب، فخلاص خلينا نطبع. الى اي باب كانت ال10 مجلدات؟ كان الوكاله. الى باب الوكاله. ثم بعد ذلك قلت لا، لن نطبع بعد ذلك، لن نطبع، يعني مش كل ما انتهي من حاجه نطبعها، خلينا نكمل الموسوعه كامله. جميل. تمام. وبعدين الكتاب ايضا نفذ من السوق. ثم بعد ذلك يعني ظللت اعمل على اكمال الموسوعه كامله، فهذه يعني استمرت فيها 16 عاما. لكن انا ليل نهار اعمل، يعني انا من اول ما اقوم من النوم الى ان انام لا افعل شيء غير هذا. يعني مثلا انا في تركيا مثلا منذ 11 عاما. لو اي انسان اتى تركيا يومان او 3 ايام يعرف في تركيا اكثر مني. من كان يصرف عليك؟ كيف كنت تاكل؟ من اين تاكل؟ من اين تشرب؟ نعم. هذه اشكاليه كبرى. هذه مهمه لكثير من طلاب العلم. الحقيقه يعني والله انا واجهتني يعني صعاب كثيره جدا جدا جدا. اولا انا كنت في مصر ابتداء كنت ميسور الحال، ثم بعد ذلك يعني حصل عندي لاني تفرغت للعلم، فحصل عندي اشكاليه جدا في موضوع المصاريف، فاستدنت دينا كبيرا، يعني استدنت دين. وبعدين الموسوعه لما تطبع اخذ مال واسدد وهكذا، يعني مشيت بهذه الطريقه. كان في بعض الافاضل مثلا كان ياتيني بالكتب، تمام، مثل هذه الاشياء. هذا في مصر يعني كنت امشي نفسي لان انا في العيله ايضا. هل انت متزوج؟ اي نعم. متى تزوجت؟ انا تزوجت قبل ان اقوم بالتاليف. انا متزوج وانا عندي 20 سنه. الله. نعم. الله. طيب انت عندك ما شاء الله زوجة وابناء، كم عندك ابناء؟ انا عندي 7 من الابناء. ما شاء الله تبارك الله. وانتقلوا معك الى تركيا. في بداية الامر انا كنت عند الشيخ عبد الكريم الخضير. لما سافرت الى السعودية كنت ادرس هناك، سبحان الله قدر ربنا سبحانه وتعالى. واهلك وينهم؟ كانوا في مصر. كنت اذهب واروح وارجع. جميل. لما انتقلت الى تركيا هنا بقى الظروف تغيرت تماما معي. اولا كنت جاي ادرس في معهد في مركز اسلامي، وكنت اخذ راتب. نعم، في تركيا في الاول اول ما اتيت، وبعدين حصلت الاحداث فظليت انا خلاص يعني هنا، وبعدين اتيت باهلي من مصر. جميل. فكنت في الاول اخذ راتب، وبعدين تركت المعهد، وبعدين فتحت معهد اخر، فكان ايضا راتبي جيد بفضل الله، فهذا ايضا ظل معي فتره من الزمن. ايضا كنت في هذا الوقت كتبي الخلاصات والموسوعه ايضا طبعت. يعني انا اقصد ما في جهه تبنتك؟ جهه رسميه لا طبعا، لكن أبداً. كان هناك بعض الافاضل يعني يدعمني في بعض الحالات، لكن لم يكن وكذا. باستمرار، وانما يعني فتره من الزمن وينقطع، الله يجزيه الخير، وهكذا لحد ما انتهي من الموسوعه. وانا اغلب هذه كنت اعتبرها دين علي، يعني انا اعتبرها ديون وليست يعني اشياء. في بعض الافاضل وفي بعض الناس انا اعتبرها الى الان يعتبر دين علي الى الان. وكان هم يدينونك ويعطونك يعني كمساعده لطالب العلم؟ هو يعني في الغالب كانوا في بعضهم كان كدين وبعضهم كمساعده، لكن الذي يعطيني كمساعده انا بالنسبه الي هذا دين في ذمتي. نعم. لا، هو بيعتبر حقيقه مشارك معك في الاجر. اي نعم. بل معنى حتى الذي اقرضك ايضا مرتين. نعم طبعا مشارك معك صحيح. ان شاء الله. لكن انا واجهت صعوبات كثيره جدا في هذا. من هذه الصعوبات حدثنا عنها. والله يا شيخنا انا كان ياتي علي اوقات لا اجد البصله في بيتي اكلها. يا الله. تمام. يعني انا مريت بظروف صعبه جدا جدا في الموسوعه، جدا فوق ما تخيل، بس انا لا احب ان اخوض في هذا كثيرا يعني، لكن انا مريت لا، نريد ان نذكر هذا حتى الناس تعرف قيمه هذه الموسوعه
وأنها بذلت فيها جهود ومرت بها هذه الموسوعة ظروف صعبة، وحتى يدركون هذا الخير العظيم الذي جاء ما جاء بسهولة. هذه الموسوعة شيخنا أنا كنت أبكي يعني دموع وأنا أكتب وأنا أثناء الكتابة. يعني والله أنت مثلا في بلد مغترب، أنت مثلا عندك أولاد، عندك أسرة، عندك إيجار، عندك كذا عندك كذا، وتجد يعني صعوبة لدرجة أنك لا تجد أي شيء في بيتك تأكله. تمام، فتضطر تقترض من هنا، تفعل هكذا. لكن لماذا كنت مصر على كتابة هذا؟ هذا إصرار عجيب. هو ممكن أقول هذا شيء في يعني هذه رسالة دكتور نعم. ياسر. كثير من طلاب العلم يعني بدون ما نسمي دولة من الدول، كثير يعني كانوا معنا في مجال يعني جامعة إسلامية وتخرجوا ودخلوا. كثير منهم بعد أن فتح الله عز وجل عليه في الكتابة والتحقيق، وكانوا حقيقة يعني ونحن طلابهم يعتبرون أساتذتنا. نعم. إلا أنهم بعد أن دخلوا في سلك الحياة وتزوجوا قالوا يعني كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. نعم. فتركوا طلب العلم والكتابة والبحوث ودخلوا مع معمعة الحياة. نعم. أنت صبرت في هذا وقدمت، فلذلك أنا أنا أذكر لك هذا الموضوع حتى يكون يعني نشجع طلاب العلم أن من صبر واحتسب وقاوم قدر المستطاع يستطيع أن يصل إن شاء الله إلى درجات كبرى. هذا هي الرسالة. يعني أنا سأقول في بداية طلبة العلم، في بداية الطلب، والدتي كانت تحبني كثيرا يعني، وأنا كنت مسؤول الحال أصلا. كان معي أموال، كنت يعني لدرجة أنني كنت عمري 19 عاما شاري أرضية وبني بيت وأعطيت أموال لواحد يتاجر بهم. يعني كان عندي مال، أنا أربح كثيرا يعني الحمد لله. لكن لما دخلت في طلب العلم، وأنا من طبعي إذا دخلت في شيء لابد أن أنهيه. هذه الطبيعة فيا وعنيد جدا، يعني عندي يعني فوق ما تتخيل، لكن عندي على نفسي أنا. لكن من هنا أيضا كيف كان مستوى صبر زوجتك وأبنائك؟ والله والنعمة، يعني أنا زوجتي هذه بالدنيا كلها بفضل الله. يعني كانت أصلا هي من بيت أهل فضل، وبنتي ناس نحييها من هذا المكان. الله يجزاها الخير. نحييها من هذا المكان يعني مع هذه الظروف الصعبة لم تعمل لك مشاكل ولم تطلب مني قط العمل أو كذا أو كذا. كانت مثلا بعض أهلي يقولون اذهب للعمل، افعل كذا. كانت والدتي تأتيني وكانت تحبني كثيرا، تقول طب اذهب اعمل، اذهب كذا. أقول لها انظروا إلي بعد 20 سنة. تمام، كان عمري كده في 22 23. انظروا إلي بعد 20 سنة. 20 سنة لأن أنا عارف أنا بعمل إيه. الله، طريق الله طويل، مش بعد سنة وشهرين. أنت تتنبأ ل20 سنة. نعم، أو والله هكذا. سبحان الله. قلت لها شوفيني بعد 20 سنة. تمام، شوفها سأكون ماذا. الآن الحمد لله أنا قبل أن 20 سنة تمر من يوم ما قلت لها انتهيت من الموسوعة كاملة في 25 مجلدا. عملت الخلاصة الفقهية على مذهب السادة الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنبلية، الظاهرية، كتب كثيرة جدا. كل هذا قبل أن أبلغ 40 من عمري. الله. فأنا كنت أنا فيها، حتى هم أهلي يعرفون هذا عني، يعرفون ياسر إذا قال شيء خلاص انتهى. الله أكبر. أنا الكلمة عندي حتى إلى الآن. أنا يعني شوف دار التقوى تطبع هذه الكتب ليس بيني وبينها عقد. سبحان الله. هذه كلمة أنا عندي الكلمة بالدنيا كلها. أنا لا أؤمن أبدا بكل هذه الأشياء. يعني الإنسان يقول لك ممكن أكتب لك 1000 ورقة وهو أصلا إنسان. كيف أنت لا تؤمن بهذه الأشياء وأنت الذي كتبت الجامع لأحكام الكفالة والضمانات؟ أنا أقصد يعني الرجل هو كلمة. تمام، يعني بلا شك. طبعا العقود كلها صح تماما، لكن أقصد الإنسان الذي يريد أن يفرط حتى لو كتبت عليه 100 عقد سيفرط. تمام، ويسبب هذا المخارج من هنا ومن هناك. سبحان الله. نتأمل في قوله تبارك وتعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه. هذه الآية عظيمة جدا. نعم. عظيمة جدا. وللأسف أغلب التيار الإسلامي أو كثير منهم يعني الناس بدأوا يكرهونهم ليه؟ مربي لحيته وعامل نفسه شيخ وهو يأكل الأموال. نعم. وكذا وكذا وكذا. للأسف. فهذا كان أصلا عامل كبير جدا. حتى في بداية التزامي كنت أرى مشايخ الأزهر، طبعا في هذا الكلام قبل 20 سنة، فتجدهم يحبون الموالد، الأكل، يعني يفرطون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فكان هذا يعني يضايقني كثيرا. أنتم الذين خولكم الله سبحانه وتعالى بنشر دينه وبتعليم الناس وكذا وكذا. كان
آخر شيء يهمهم هو موضوع التعليم الناس أو نشر الدعوة وكذا. فظهر في هذا الوقت الشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى العدو وهؤلاء المشايخ، نحييهم من هذا المكان، الله يحفظهم يا رب. خاصة شيخنا الشيخ أبو إسحاق الشيخ أبو إسحاق عمل شريط يعني كالخطبة. هذا من الأشياء التي غيرت كثيرا جدا جدا في الإنسان. كان مسميه حرس الحدود أو شرطة الموت. حرس الحدود يعني الآن الحدود بتاعتنا مستباحة، أي أحد يستطيع أن يطعن في الدين ولا أحد يرد عليه. ما عندناش طلبة العلم الأقوياء الذين يستطيعون أن يردوا على أمثال هؤلاء. وتكلم كلام يعني فيه تأثير كبير جدا. فأنا بكيت في هذه الليلة كثيرا، سبحان الله. أي والله بكيت يعني الله. وقلت سبحان الله، لابد أن الإنسان يكون هذا حارس من حراس الحدود الذين يحرسون حدود هذا الدين. وبدأت بعد ذلك يعني إيه هذا. أولا هذه طبيعة في أنا كإنسان، حتى أهلي يعرفون هذا، يعرفون ياسر إذا قال شيئا خلاص انتهى، سيفعله. لكن لست عنيدا على أحد أبدا. أنا لين الطبع جدا مع جميع الناس، لكن على نفسي لا. إذا دخلت في شيء ما خلاص انتهى، سأفعله. أنا ركزت أسألك عن من أين تأكل من أين تشرب، لأن هذه من الأمور حقيقة التي تعين كثيرا لطلاب العلم، يعني تعيقهم في الأداء. نعم. وأنت رزقك الله عز وجل زوجة صالحة وأبناء يعني صابرين، فصبروا معك في يعني في السراء، وكانوا معك أيضا صبروا معك في الضراء، وكانوا معك نعم. في السراء. نحييهم من هذا المكان. لم يكونوا حجر عثرة في كتابته هذا الصرح العظيم، وإنما عانوك. هل الزوجة شاركت معك في كتابة شيء من هذا المسائل؟ الزوجة لا على الإطلاق. أنا فيها شيء آخر. الزوجة تعينني مثلا الأكل والشرب، تهيئ لي الجو تماما للدراسة. أنا كثير من الناس إذا ذهبت زوجته خارج البيت يستطيع أن يذاكر أو يدرس. أنا بالعكس تماما. أنا طول ما زوجتي خارج البيت، لو خرجت خارج البيت أو سافرت لا أستطيع أن أدرس. الله. سبحان الله. أنا يعني هي يعني توفر لي الراحة التامة في البيت وهذه الأشياء. فالحمد لله أنا طبعي طول ما هي في البيت أنا أدرس. هي ليست في البيت لا أستطيع أن أدرس. الله يجزاها خير. وهذه رسالة لأخواتنا يعني زوجات طلاب العلم، عليهن أن يسلكن مسلك مثل هذه الزوجة الصالحة التي تعين طالب العلم على أداء واجبه. يعني في حين أيضا نجد بعض الأخوات غفر الله لهن تكون حجر عثرة وتمنعه حقيقة من أداء واجبه العلمي وواجبه التربوي، فإذا فعلا خرجت أو نامت قام بخلاف هذا. وجزاه الله خيرا. طيب جميل. إذن كتبت هذه الموسوعة ومرت بك ظروف صعبة. هل ممكن أن نقف على يعني أصعب موقف مر بك في كتابة هذه الموسوعة، ثم على أفضل موقف مر بك أيضا؟ أصعب موقف في ماذا بالضبط؟ في ظروف الحياة العامة. والله ظروف الحياة مرت بكثير يعني مواقف يعني كثير، لأني أنت ظللت فترة طويلة من الزمن 16 عاما. يعني هذه مرت بظروف صعبة قاسية لأبعد حد، بالأخص في الغربة. لكن إذا كنت مثلا في بلدي في مصر مثلا، فأنا وسط أهلي إخوتي والدي والدتي، فالأمور كانت يعني تمشي يعني. أما في الغربة الأمر كان صعب كثيرا علي وشاق، لأنني كنت أحتاج إلى الكتب، فأنا أتيت بدون مكتبتي. كنت أحتاج إلى المصاريف، الإيجار، هذه الأشياء. فكثير من الناس لا يؤمنون بك في أثناء الطلب، لا يؤمنون بك إلا إذا انتهيت من مشروعك. وللأسف هذا يعني يعيق كثير من طلبة العلم. تجد كثيرا من أصحاب الأموال ينفقون الأموال الطائلة في أشياء عادية جدا، ولا يعني يلتفتون أبدا لطلبة العلم. فيعني أنا هذا يحز في صدري وفي نفسي، فلا أحب أن أخوض فيه كثيرا، لكن أنا عانيت كثيرا من هذا الأمر جدا. جميل. طيب خلينا إذا ندخل في عمق الموسوعة. نعم. الموسوعة أنت كتبتها في 16 عاما، تسلم الأيادي، نسأل الله أن يحفظك ويجزاك خير. هذه الموسوعة نحب أن ندخل في عمق الأسلوب الذي طبعا أنت كتبت في المقدمة، أنا قرأت المقدمة. نعم. لكن نريد أن المستمع المشاهد يأخذ فكرة عنها. حينما كتبت هذه الموسوعة ماذا كان هو منهجك في الكتابة؟
الموسوعة هي ليست على مذهب الأئمة الأربعة، وإنما هي على المذاهب الأربعة، لأن تلاميذ المذاهب أيضا لهم دخل أو لهم أقوال كثيرة في ما الفرق بين الأمرين؟ لأن الإمام ممكن قد يكون له قول في المسألة فيكون قول التلاميذ، فعندئذ هذه 4 مدارس، أو يعني لا يوجد في تاريخ البشرية مدارس فقهية مؤصلة على مدار أكثر من 1200 عام مثل المذاهب الأربعة، ففيها تأصيل قوي جدا جدا علميا. وكثير من المسائل لم يتكلم فيها الأئمة الكبار كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وإنما تكلم فيها التلاميذ، إما مستجدات أو يعني تخريجات على أقوال على أقوال الإمام. فأنا كان الغرض الأساسي من هذه الموسوعة أنني أفعل عدة أمور. الأمر الأول أن يكون هناك دقة كبيرة جدا 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 في نقل المذاهب ومعتمد المذهب والرواية في المذهب، وهذا الذي يفتى به أم لا. جميل. فكان هذا بالنسبة إلي أرجع إلى الكتب الأصلية أو الكتب المعتمدة في كل مذهب. أولا أعرف أن هذا القول هو الذي يفتى به عندهم، وهذا هو المشهور عند المالكية، هذا الذي يفتى به عند الأحناف، هذا المذهب عند الحنابلة، هذا القول الجديد عند الشافعية الذي يفتى به عندهم. أولا أعرف أقرأ المسألة، أعرف من يقول بهذا وهذا، ثم بعد ذلك أجمع من الذي قال بهذا القول، هل هم اختلفوا على قولين أم على 3 أقوال. فمثلا اختلفوا على قولين، فمثلا أقول ذهب الإمام أبو حنيفة والمالكية في المشهور والشافعية في القديم وأحمد في رواية إلى جواز كذا وكذا وكذا، واستدلوا على ذلك بكذا وكذا وكذا، وأذكر الأدلة بتاعتهم. ماذا تفعل في الأقوال الشاذة؟ ما هي حسب هل هي أقوال ولا أقوال شاذة؟ ما هو القول الشاذ؟ القول الشاذ اللي عني به في المذهب، مثلا إمام من أئمتهم قال بقول خلاف المذهب العام، هذا لا يعتبر قول شاذ في المذهب، وإنما هذا قول في المذهب. القول الشاذ إنه هو يكون مخالف لجميع العلماء، أو يكون كل المذهب على قول واحد، ويأتي عالم مثلا من المتأخرين مثلا يقول بكذا باجتهاد معين، باجتهاد، ويكون هذا العلماء يقولوا هذا شاذ. هل تذكر هذا في كتابك؟ نعم طبعا، لما يكون في قول شاذ والعلماء نصوا على أن هذا شاذ فعندئذ يقولون هذا شاذ، تمام. لكن الأصل ما بيكونش شاذ، إنه يكون أصلا المذهب فيه خلاف، تمام. وأقول مثلا وذهب الصاحبان من الحنفية أبي يوسف ومحمد، والمالكية في مقابل المشهور، والشافعية في الجديد، وأحمد في رواية اختارها ابن تيمية وابن القيم إلى عدم جواز كذا وكذا، واستدلوا على ذلك بكذا وكذا. يعني أذكر أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، تمام. أو إذا كانت المسألة فيها 3 أقوال، يبقى أنت الآن بتجيب الروايات، يعني القول الشافعي مع القديم، مع قول أبي حنيفة، مع رواية عن أحمد، مع قول. فعندئذ حتى وإن كانت رواية يبقى هنا قول، لو أنك مثلا أتيت بالمعتمد عند الحنفية والمعتمد عند المالكية والمعتمد عند الشافعية والمعتمد عند الحنابلة، قد تكون قول واحد، لكن رواية هنا ورواية هنا ورواية هنا ورواية هنا قوة القول الثاني. فعندئذ هذا بتعطي للمفتي أو لطالب العلم أريحية أن يعرف أن المسألة فيها قول آخر وفيها أدلة كذا وكذا وكذا. جميل، هذا من منهجك، تمام. فأولا أنني أركز تماما على القول المعتمد والقول غير المعتمد. جميل. ثم أنني أصيغ الصياغة بأسلوب سهل يفهمه عامة الناس. إشكالية الفقه المقارن طبعا هو أعلى شيء في الفقه، لا يوجد أعلى من هذا، هو أعلى شيء في الفقه والفقه المقارن. طيب الفقه المقارن هذا محصور على العلماء وعلى كبار طلبة العلم. فأنا كان الغرض الأساسي مني أنني أنقله من اللي هو من طبقة العلماء ومن طلبة العلم الأقوياء إلى عامة الناس اللي هم أو المثقفين من الأمة، اللي عندهم حتى شيء قليل من العلم يستطيعون أن يقرأوا ويفهموا دون أدنى صعوبة. فكان في يسر في العبارة ودقة في النقل، وبالرغم من ذلك ذكرت الأدلة مع كل مسألة بترتيب سهل معاصر. يعني الترتيب أيضا أنا راعيت فيه أن يكون مواكب للعصر، يعني الترتيب وليس يعني يكون أمر جامد هكذا، لا، إزاي أن أنت تأتي هذا القول قبل هذا القول. يعني ممكن طول الليل وأنا نائم أقعد أفكر لماذا لو قدمت هذا القول يكون أفضل من أن أقدم هذا القول. لماذا؟ لأن لو قدمت هذا القول لما يأتي للقول الآخر سيجد إشكالية عنده، لكن لو قدمت هذا القول على هذا القول سيقرأ المسألة بانسياب تام. كم ساعة كنت تكتب هذه؟ والله أنا ساعات، يعني من 15 ل 17 ساعة أو 18 ساعة يوميا. يعني هذا شيء يعني مدار سنين طويلة أنا لا أفعل أي شيء غير اللي هل كان لديك وقت استجمام وراحة؟ والله أبدا على الإطلاق. بل أقعد بالسنة والسنتين، يعني نفسي أخرج مثلا مشوار ممكن يبعد عن 5 كيلو لا أستطيع. متفرغ لهذه الرسالة. يعني حياتي مهما كل حضرتك ممكن لا تصدق هذا الأمر، لكن أنا كان عندي طلبة
كان هنا حتى في تركيا ظلوا عندي 7 أعوام في مكتبتي. الله. أنا أخذت لهم شقة جنبي وكانوا يدرسون عندي. والله العظيم يحكوني يعني إحنا يا شيخ بنقعد نحسب لك مثلا 18 ساعة في اليوم، يقعدوا يحسبوها. تمام الله. كل حياتي هي دراسة. الله الله. وبالرغم من ذلك لم يكن أحد منهم حتى يناولني كتاب. الله. يعني طلبة عندي نعم. ولا يناولني أحد منهم كتاب. فأنا يعني هذه الموسوعة لم يخط فيها أحد حرف واحد فيها، غير المراجع اللغوي، يعني اللغة بقى مثلا تشكيلة حرف مكتوب غلط أو هذه الأشياء. أما في الفقه كاملا أنا مؤمن أن الإنسان إذا فعل شيئا يفعله بنفسه، ليس كل إنسان. نعم. هذا يحتاج إلى توفيق من الله الحمد لله. نواصل في منهجك في هذا. جميل. أنت كنت إذن يعني تأتي بأقوال المذاهب وتأتي بأئمتهم وتعتبره قول من الأقوال. نعم. والأقوال الشاذة أنت لا يعني تهتم بها. إذا كان قول شاذ بتبين هذا. ثم تأتي بالأدلة بموضوعية وأمانة. يعني أنت تأتي بهذا القول مثلا وتأتي بالأدلة وترتيب الأدلة أيضا. يعني أيضا هناك فن في ترتيب الأدلة، زي تقدم هذا الدليل على هذا الدليل، هذا الدليل صريح فعندئذ يكون أقوى للحجة، ثم بعد ذلك تأتي بالأدلة الأخرى التي تستدل بها. ولا يمكن أن تأتي بدليل يستدل به علماء مذهب على مذهب آخر، لا، أنت تأتي بقول الأحناف، تأتي بأدلة الأحناف من كتبهم. تمام. هذه نقطة كثير مهمة. ولا يمكن أن أنقل مذهب مثلا مذهب الشافعية من كتب الحنابلة ولا مذهب الأحناف من كتب الشافعية، لا يمكن. هذا خطأ كبير جدا. أنا لا أبد يعني لا أقول لك تنقل أقوال الأحناف من كتب الأحناف، وليس من كتب الأحناف فقط، وإنما من كتب المعتمدة عند الحنفية. يعني كثير، يعني أنا وقعت في هذا في خطأ مرتين. في نقلت حتى علماء المذهب، لما نقلت كلام ابن قدامة في مسألتين ولم أرجع إلى الكتب الأخرى في المذهب، أخطأت فيهم. شفت ازاي؟ لأن لابد أن ترجع إلى على الأقل على مثلا إلى 5 كتب معتمدة في المذهب تنص على أن هذا هو المذهب، وليس من كتب أخرى. لا، يعني تأتي الكتب الأحناف ترجع إلى أفضل 5 كتب معتمدة في المذهب، أولا تعرف أن هذا الذي يفتى به عندهم، ثم ترجع إلى الكتب التي تعلل هذا القول، لأن الاحتمال الذي ينقل بواسطة قد يكون أخطأ. وبعدين أيضا في كتب معتمدة في المذهب وفي كتب غير معتمدة في المذهب. يعني في كتب معتمدة في الاستدلال وفي كتب معتمدة في القول. فأنا أولا أعلم مثلا أن هذا قول مثلا المعتمد الحنابلة مثلا، هذا أرجع بقى إلى الكتب التي تعلل هذا. المغني مثلا لابن قدامة يجيب الدليل بتاعه. تمام. لكن كثير من الناس يأتي يقول مثلا وقال الإمام الكساني كذا وقال الإمام ابن قدامة كذا. تمام. بس قد يكون هذا القول ليس هو المفتى به في المذهب. فلا بد أولا تثبت أن هذا الذي يفتى به في المذهب، ثم بعد ذلك تأتي يعني هناك فرق بين الذي يفتى به في المذهب وبين أنه قول من أقوال المذهب. فرق طبعا. جميل. تمام. والأمر الثاني أن بعض العلماء قد ينقل قولا واحدا وأنت كطالب علم تحسب هذا أن هذا هو الذي يفتى به، وهو يكون قول واحد في المذهب وقد يكون هو على خلاف معتمد المذهب. فلا بد أولا أن أنا أركز على هذا الذي يفتى به أم لا، هذا القول المعتمد أم لا. دي نقطة. النقطة الثانية أرجع إلى كتب التعليل في المذهب. تمام. الكتب اللي هي تتوسع مثلا زي في الأحناف مثلا زي البدائع الصنائع، المبسوط، التجريد، الكتب الكبيرة اللي هي تذكر الأدلة. تمام. وتعلل هذه المسائل. عند الشافعية مثلا ترجع للمجموع، للحول الكبير، للبيان العمراني. بعد ما تأتي بالقول هذا هو الذي يفتى به. تمام. نرجع بقى للتعليل للأدلة بتاعتهم، لأن كثير من الكتب لا تذكر الأدلة، تذكر أن هذا هو القول فقط. ترجع بقى هل عندهم أدلة على هذا أم لا، ثم بعد ذلك أيضا تبين هل هذه الأدلة صحيحة ولا غير صحيحة. لكن كل هذا كان بأسلوب أن الإنسان المثقف العادي، يعني أنا أردت أن أنقل الموسوعة أو الفقه المقارن من الطبقة العليا هذه فقط إلى يعني يكون لشريحة كبيرة جدا 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 من عامة المسلمين. بل إمام المسجد أو الإنسان العادي المثقف ثقافة دينية يقرأ فيه لا يشكل عليه أي مسألة على الإطلاق. هذا كان الغرض الثاني عندي، أن يكون في دقة في النقل، يكون في سلاسة في الأسلوب، والأمر الثالث في موضوعية تامة في المسائل. يعني مثلا أنا لا أتحيز لهذا القول على هذا القول، يكون في موضوعية وأمانة في النقل وفي عرض القول هذا والقول ذاك.
هل ذكرت الراجح في الموسوعة؟ الراجح في كل مذهب ذكرته، يعني هذا الراجح في المذهب، لكن الراجح عندي لا، لأن طبيعة الكتاب أولا كل كتاب عندي أقوم بتأليفه اللي هي كتب مختلفة تماما، يعني كل شريحة من المجتمع أنا عملت لها كتاب. حضرتك حتى تذكر كتاب هيلينا والشيخ. نعم. نعم. صحيح. فكل كتاب عندي له لفئة معينة، الفئة هذه فئة من طلبة العلم، هذا فقه مقارن. طريقة الفقه المقارن لابد أن تكون بدون ترجيح، تمام؟ وثم بعد ذلك ممكن الواحد يرجح، يعمل كتب أخرى للفئة الأخرى التي تؤمن بالترجيح. لكنك تنص على الراجح عند المذهب. طبيعي، لازم أقول مثلا هذا مثلا المالكية في المشهور، والشافعية في المفتى به، والحنابلة في المذهب، يعني لابد أن تنص إن هذا هو الذي يفتى به عندهم. رواية الأئمة ماذا تفعل فيها؟ أنا أقول مثلا مذهب الإمام أبو حنيفة في رواية، ومالك في رواية ابن القاسم عنه، ومثلا والشافعي مثلا في قوله القديم، وأحمد في رواية فلان عنه، يعني حتى تنص على هذه الروايات. ليه؟ لأن رواية مع قول مع كذا يقوي هذا الكلام، تمام؟ ممكن يكون مثلا المذهب عند الأحناف كذا، لكن أيضا في رواية عند الحنابلة فأنت تضيفها له، تمام؟ فعندئذ الآن أنت قوت هذا القول، بدل ما كان قول الأحناف لوحده أنت أيضا أضفت له قول عند الحنابلة، أيضا مع قول الشافعي في القديم أيضا اديت له قوة أكثر. جميل. أغرب مسألة مرت بك وأنت تكتب في الموسوعة؟ والله ممكن أكثر مسألة ضايقتني حقيقة، وأنا أراها من أسوأ ما قيل في الفقه عموما، اللي هي مسألة أن النقاب مكروه. يعني البعض المالكية كانوا يقولون أن النقاب مكروه. يعني كيف يكون مكروه؟ يعني لم أستطع أنا أسوأ قول قرأته في الفقه عموما، يعني في أقوال كثيرة وكذا، لكن النقاب اللي هو لباس نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات وكذا وكذا، بصرف النظر أقول إنه هو سنة، طبعا في خلاف كبير عند المالكية، حتى قول كثير جدا منهم بيقولوا النقاب مكروه، قول معتمد وكثير في معتمد النقاب مكروه، يعني كالتردير وغيره، يعني كانوا من كبار علماء المالكية، تمام؟ فدائما تجد مثلا شيخ الازهر عندنا المفتي السابق كان يقول هذا الكلام، النقاب في مذهبنا مكروه، رغم ان هذا ليس قولا واحدا في المذهب، تمام؟ فهذا ايضا من الاقوال اللي هي يعني شاذه ومنكره، ولا يوجد لها اي اصل اي اصل، بل للنساء كانت تغطي، او يمكن يحمل الكلام ان النقاب يقصد به لشيء معين كان في عصرهم، تمام؟ يعني كان ممكن المرأة كانت تسدل، فالنقاب دي كان شيء معين بيلبس مثلا يلفت النظر أو كذا وكذا، فأقول هذا مكروه ممكن، تمام؟ ده على أحمل يعني على أحسن حمل لكلامهم يعني، لكن هذا أشنع قول أنا قرأته. لكن الفقه أيضا فيه إشكاليات كثيرة. طالب العلم لا يمكن أن يكون طالبا للعلم أو يميز بين الصحيح وغيره إلا إذا عرف عدة أمور. الأمر الأول، ودي كانت بالنسبة لي جدا كنت أركز عليها وأنا يعني أكتب، أركز على هذا، لابد أن يعرف الفرق بين الشرع المنزل من عند الله سبحانه وتعالى وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والشرع المؤول اللي هو اجتهادات الفقهية للعلماء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، والشرع المبدل اللي هو تبديل أحكام الله سبحانه وتعالى. فالطالب العلمي إذا لم يستطع أن يميز بين الثلاثة ويجعل الإشكالية الكبرى بمعنى الكلمة أن يجعل الشرع المؤول اللي هو اجتهادات الفقهية بمنزلة الشرع المنزل من عند الله سبحانه وتعالى، فهنا الخطأ الجم الكبير جدا. ليه؟ لأن الشرع المؤول يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب، أما الشرع المنزل فكله حق وصدق وصواب وخير للبشرية. أما مثال كثير جدا أغلب المسائل الفقهية كثير جدا هذه يعني مسائل، يعني مثلا المسائل التي أجمع عليها أهل العلم، هذه شرع يعتبر شرع كتحريم شرب الخمر مثلا. نعم. هذا شرع منزل، هذا قولا واحدا ما فيها خلاف. فهذا الذي يقول ان الخمر ليست حرام، هنا الان الشرع المبدل. او مثلا الميراث للذكر مثل حظ الانثيين، هذا شرع منزل. الذي يقول ان الذكر مثل الانثى هذا شرع مبدل. ولا تقربوا الزنا، هذا شرع منزل. نعم. لكن الشرع المؤول اللي هو ايه؟ هل لمس النساء ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ فدي اجتهاد للعلماء، تمام؟ هل الفاتحة، قراءة الفاتحة، هل هي ركن من أركان زواج المرأة تزويج المرأة نفسها؟ هل هذا شرع المؤول؟ تمام؟ هذا ليه؟ لأن أنت ما عندكش نص واضح وصريح وصحيح يدل على أنه يشترط الولي في النكاح، تمام؟ فعندئذ العلماء لما بيختلفوا، أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل. هذا أول حاجة، هذا من قول السيدة عائشة،
وروي عن سيدنا عائشة خلاف هذا، ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، هذا أصلا حديث كثير من العلماء يضاعفونه، ثم أن القرآن يخالف ذلك. تمام. يعني أيضا أنا فصلت في دي عالية محاضرة كاملة فيها. فأقصد أن الشرع المؤول اللي هي الاجتهادات الفقهية للعلماء، فما ينفعش الإنسان يجعلها في نفس مرتبة الشرع المنزل أو الأدلة المجمع عليها. برأيك وأنت كتبت الموسوعة، مسائل الإجماع كم تكون؟ مسائل الإجماع يعني ليست كثيرة. هو في الأول مثلا في الصلاة مثلا، تمام، تأتي الصلاة أجمعوا على فرضية الصلاة، أجمعوا على عدد معين مثلا من هي من أركان الصلاة، ثم الباقي كله خلاف، كله اجتهاد، كله اجتهاد. فهذا اسمه اجتهاد اللي هو الشرع المؤول، الاجتهادات الفقهية. فالإنسان لما يجعل المسألة الخلافية بنفس منزلة المسألة القطعية التي فيها نص وأجمع العلماء عليها، هذا بيكون في ضرر على الناس. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى قال أمر مثلا بمسح الرأس. طيب هل يمسح الرأس كله ولا بعض الرأس ولا كذا ولا كذا؟ ده اسمه شرع مؤول، دي اجتهادات فقهية. تمام. فأنت تأتي بقول واحد وتجزم به، هذا هو الخطأ. لكن لما بيكون عندك نص وضع الوجه، عمرك اختلفوا في الوجه؟ ما بيختلفوا في الوجه، بيختلفوا في اليدين والمرفقين لا، بيختلفوا في القدم لا، لكن هم بيختلفوا في الرأس لأن فيها يعني تحتمل هذا وتحتمل ذاك. تمام. هل لمس الذكر مثلا ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ دي في اجتهاد لان الادله ليست صريحه في هذا الموضوع. تحريم الربا، هذا لا يوجد عالم في الدنيا يحل الربا في الدنيا، وانما عند المعاصرين هو يقول لك ان هذا ليس بربا، هذه الاشكاليه. لكن ما في عالم يقول لك ان الربا حلال، هذا مستحيل لان هذا من الشرع المنزل. تمام. لكن هو يقول ان هذه المعامله ليست يجتهد بان هذه المعامله ليست ربويه. لكن هو قال ان هو ربا، هو ذات نفسه يقول لك لو انا قلت ان الربا حلال يبقى انا كافر. لكن هو يقول هذه ليست بربا، هذه ليست معامله ربويه. زي مثلا العينه مثلا، هل العينه محرمه لانها تؤدي الى الربا او كذا وكذا ام لا؟ فدايما الامام الشافعي والظاهري يقول لك ان هي لا، ليست من الربا وليست حرام، الجمهور يقول لك ان هي حرام. تمام. فأقصد أن الإنسان طالب العلم إذا لم يستطع أن يميز بين أمرين، أولا الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل، ويجعل كل واحدة دول في المنزلة بتاعتها. الأمر الثاني أنه هو لابد أن يعرف مراتب المسائل. جميل. يعني أنت الآن راعيت كل هذا في موسوعتك طبيعي. وأنت تكتب في هذه الأمور، هذا جميل جدا. حتى يعرف المشاهد أن من كتب هذه الرسالة يدرك هذا تماما. وهذه النقطة يعني المسألة ديت أيضا مثلا نجد في باب نواقض الوضوء. هل نواقض الوضوء هل هي عقلية ولا نقلية؟ يعني هل للعقل مدخل فيها ولا لابد أن النواقض دي شيء أصلا لا مدخل للعقل فيه؟ لا مدخل للعقل فيه، لأن إحنا لماذا نقول هي توقيفية؟ هي توقيفية. فعندئذ أنا أنبهه في الابتداء، أقول له أن هذه الأشياء هي أشياء لا مدخل للعقل فيها، مش والله أنت تجتهد من عندك تقول هذا ناقض ولا غير ناقض، هذا ليس من عندك، هذا لابد أن يكون شيء توقيفي. فعندئذ لابد لو نقول أن هذا ناقض لابد أن يكون عندنا دليل صحيح صريح في المسألة. تمام. فلا بد من هذا. يعني انا انبه على مثل هذه الاشياء، و يعني في ايضا اعطي كل مساله الحجم المناسب لها. هذه مساله شائكه وعليها يعني لغط كثير ويعني مناقشات كثيره عند طلبه العلم، فعندئذ اعطيها الحجم بتاعها. مساله اخرى امر مسلم به عند اهل العلم خلاص. طيب ابى الله ان يكون الكمال الا لكتابه. نعم. برأيك ما الذي فاتك في هذه الموسوعة؟ والله هو في يعني كل إنسان بيألف كتاب يظن أنه هو أفضل كتاب. نعم. لكن بلا شك العصمة لا تكون إلا لكتاب الله سبحانه وتعالى. ومن ناحية الأخطاء هذا أمر وارد، يعني حتى في صحيح البخاري وفي صحيح الإمام مسلم هذا أمر وارد جدا يعني. لكن أنا الذي وقفت عليه هو خطأ أن أنا نقلت كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله. كان في إجماعات اللي هو مسألة النكاح بنية الطلاق، فالإمام ابن قدامة قال أن النكاح بنية الطلاق جائز، وهذا قول إجماع العلماء، وشذ في ذلك الأوزاعي. فأنا قلت حتى ما فيش، ذكر أن في قول ثاني في المذهب ولم يلتفت له. طلع القول الثاني في المذهب هو معتمد المذهب. فدي اللي انا اخطات لانه نقلوا، والامام النووي نقل هذا ايضا بالضبط، والامام الخطابي نقل هذا، فانا نقلت اجماعات. كم مره راجعت الموسوعه قراءتها؟ والله الموسوعه هذه انا كان عندي الطلبه هؤلاء كنت اخلص المسائل واشرحها لهم، فانا راجعتها اكثر. طبعا هذه جزئيه. نعم. حقيقه يجب علينا ان يعني نلفت المشاهد اليها، وهي جزئيه
أن ما تميزت به هذه الموسوعة أنك أنت شرحتها في أكاديميتك. نعم. حدثنا عن أكاديمي باختصار، ثم ما هو جهدك الذي أنت بذلت فيه في هذه حقيقة. أنا في حسب علمي القاصر أن قليل جدا من يكتب كتابا ثم بعد ذلك يأتي ويشرحه، فهذا قليل. الكتب غالبا ما تؤلف وتبقى في الرفوف. نعم. مع الأسف. لكن أنت الآن كتبت هذا الصرح العظيم وهذه الجهود العلمية الكبيرة، ثم بدأت تعلم الناس في مواقع السوشيال ميديا. حدثنا عن هذا. أولا أنا شرحت الموسوعة مرة كاملة للطلبة عندي كاملة، تمام. هذا ظلوا تقريبا عندي 7 أعوام أدرس لهم، شرحت لهم الموسوعة كاملة وأخذوا فيها إجازة، ولم أعطيها لأحد قط إلا لهؤلاء الإجازة، لأن درسوا الموسوعة كاملة ودرسوا عندي الخلاصات أيضا. لكن الآن أنا ماذا أفعل؟ أنا عندي معناته أنت راجعتها على هذا طبيعي. ما دمت أنت درستها أكيد راجعتها. بعد ما انتهيت منها كاملة رجعت إليها مرة ثانية كاملة حتى تكون الصياغة بنفس الصياغة النهائية. يعني أنت تقرأ في أول موسوعة، في آخر الموسوعة هي كلها بصياغة واحدة بترتيب متى انتهيت منها؟ أنا انتهيت منها تقريبا منذ عام ونصف أو عامين تقريبا، قبل مبلغ 40 سنة بكم شهر، بشهر واحد. إذا أنت كنت تدرس وأنت تؤلف. نعم. كنت تدرس وأنت تؤلف. نعم. لأنه لا يمكن موسوعة مثل هذه في خلال كم أنت انتهيت شرحها؟ لا 7 أعوام هذه الشرح الأولاني. الشرح في 7 أعوام. في 7 أعوام. نعم. لكن الآن حاليا لا، الآن أنا أفعل شيء آخر مختلف تماما. الآن أنا عندي أكاديمية اسمها أكاديمية ابن النجار الفقهية، أقوم بشرح الموسوعة والخلاصات. الموسوعة الآن أعمل دبلومة فقه العبادات، أشرح الموسوعة من البداية، أشرح كل مسألة، القول لهذا والقول ذاك، وأرجح هنا الآن، وأشرحها بطريقة إبداعية جديدة. ترجح في المذهب ولا ترجح قولك؟ عندي قولي أنا بقى. جميل. معي زين. الآن عندي، لأن أنا مؤمن بفكرة ممكن تخالف حضرتك في هذا الموضوع. أنا مؤمن بفكرة إن لا يمكن من وجهة نظري حتى يكون فقهك مستقيما ويعني عندك استيعاب ولا يكون عندك تناقضات، إلا إذا أنت عندك اطلاع كامل بالفقه. يعني أنت تعرف مثلا كثير من طلبة العلم مثلا يعرف قولين أو 3 ويطلع عامل نفسه شيخ الإسلام. أنا كنت الله سبحانه وتعالى أقول أنه عصمني من هذا، إن أنا لا أخرج مباشرة أقول الراجح كذا وأعمل لنفسي شوشرة كبيرة. لا، أنا كان الغرض مني أنت تريد أن تخدم الدين أولا. لا، أنت لما تأتي بالراجح هل ستأتي بالراجح من عندك أو ستنقل أيضا من رجح من أهل العلم؟ فيه أوقات أخالف المذاهب الأربعة كلها. لكن ستجد من وافقك كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن دقيق العيد والأئمة، قد تجد. ممكن. أنا أعتقد أن الدكتور ياسر النجار سيأتي بقول جديد لم يسبقه أحد. هو لا يمكن في الغالب، لا، لأن إشكالية الفقه، يعني قبل ما نتطرق لموضوع الشرح وكذا، إشكالية الفقه أنك تتعامل مع كبار علماء الأمة على مدار 1200 سنة. يا سلام. فأنت مش بتتكلم أو شيء جديد لسه حادث، هذا كتب مكتوبة في الفقه وعلماء، آلاف العلماء اللي هي أفضل العقول في الأمة، إن أنت كنت بتقرأ لهم، فهم ما تركوا شيئا إلا وتكلموا فيه. فدي نقطة إشكالية الفقه أن تأتي بجديد، هذا من الصعوبة بمكان. هذا أمر ليس حادث، هذا أمر بقاله 1200 سنة ونوقش. لكن غالبا أنت ترجح يعني ما تقرر إليه نفسك من صحة القول الذي قال به مثلا فلان أو فلان. صحيح، بس يكون الإشكالية في إيه؟ أن يكون القول اللي أنت لما رجحت هنا على المعطيات هذه والأدلة هذه ما يجيش في مسألة أخرى تكون نفس المعطيات وترجح الخلاف عكس هذا القول. لا، لابد أن يكون عندك يكون زي ما بقول سيستم أو طريقة واحدة أو شيء مضطرد في جميع المسائل الفقهية. تمام. يعني مثلا لا يمكن أن تقول الأصل أنك لا توجب إلا بنص واضح وصريح وكذا وكذا، ثم تأتي في مسألة أخرى يكون عندك حديث ضعيف وكذا وتوجب الأمر به. لكن نحن قول الذين يقول بعض طلبة العلم يجتهد فيقول ما من مسألة إلا وقد تحدث عنها أو تحدث فيها أهل العلم سابقا. نعم. فأنت لا يمكن أن تأتي بشيء جديد أو باجتهاد جديد. هذا القول كيف تراه؟ هذا ممكن، لكن من وجهة نظري أنا أستطيع أن آتي بجديد لأنك أنت أصبحت ملم بالفقه عموما وبالمذاهب كلها، فتستطيع أن أنت تستخرج شيء. يعني مثلا جميع المذاهب بيستدلون بأحاديث ضعيفة ويقولون بالوجوب بها أو يحرمون بها،
تمام. فأنت لو وضعت قاعدة عندك إنك لا تحرم شيئا إلا بنص واضح وصريح، أو لا توجب شيئا إلا بنص واضح وصريح ولا معارض له، فعندئذ أنت ممكن الآن هو ممكن يقولون هذا الكلام لكن عند التطبيق لا يفعلونه. يقول لك الأصل أن الوجوب لابد أن يكون بنص واضح، وهو في حين في المسألة التي بعدها عكمني هو توافق مذهبه فيأتي بدليل ضعيف ويوجب على الناس شيء بدليل ضعيف. جميل. أجمل ليس أجمل وإنما خلينا نقول ما أفضل الكتب في الفقه التي أنت مررت عليها واستفدت منها كثيرا أثناء بحثك؟ نعم، يعني من أفضل الكتب صراحة كتاب بداية المجتهد لابن رشد. هذا الفائدة منه يعطيك فلسفة الفقه. يعني لماذا اختلف العلماء؟ يعني أنا لا أعتمد عليه أبدا في مسألة نقله للمذاهب لأنه في أخطاء كثيرة، لكن هو بيفلسف لك أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة لماذا؟ يعني إيه السبب الذي أداهم إلى هذا الاختلاف؟ وأيضا كتاب أحكام القرآن للجصاص، هذا أيضا لأنه كان عنده نوع من الفلسفة، فلما بيتكلم في الفقه فيأتي بطريقة جميلة جدا. أيضا من الكتب الجميلة أيضا كتاب المغني، كتاب النووي المجموع، كتاب البيان للقاضي العمراني، وكتاب الحول الكبير للإمام الماوردي، وكتاب بدائع الصنائع للكساني، وكتاب التجريد للقدوري. هذا كتاب رائع جدا لكن مطبوع حديثا. هذا كتاب رائع بمعنى الكلمة، لأنه هو يأتي بقول المخالف فيرد عليه، نفس كتاب المغني وكده، بس هذا رده أقوى. تمام. فدي من الكتب الجميلة جدا، غير الكتب اللي هي التقليدية، يعني اللي هي بتنص على اللي في المذهب دون إبداع، يعني خلاص بتقرر المذهب، الله يجزاك الخير. لكن إن هو يأتيك بتعليل قوي أو يفلسف لك لماذا اختلف العلماء في هذه المسألة، فلا. من أفضلهم الإمام ابن رشد رحمه الله. طبعا ابن قدامة يعلل لكن لا يذكر لك إيه سبب الخلاف. أفضل مذهب ترى أنه قد خدمه أهله قديما أم حديثا؟ الاثنين حتى نستفيد. يعني قديما هو معروف ان المذهب الحنفي، تمام، المذهب الحنفي خدم لان اول حاجه كان اغلب بقاع المسلمين في العالم هم احناف. يعني حتى الان تجد ان نصف سكان العالم من المسلمين هم احناف. سبحان الله. تمام. فالمذهب الحنفي حكم الخلافه العثمانيه، حكم اول حاجه العباسيه ايضا، ما هم كانوا القضاة في الدوله، كان ابو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن وغيرهم في الدوله العباسيه. وحتى من زمان يعني في العباسيه والعثمانيه وغيرهم يعني. والمذهب لكن في الوقت المعاصر لم تقدم الكتب بتاعتهم للاسف. يعني نادرا ما تجد كتاب جيد منهم محقق. الكتب بتاعتهم غير مطبوعه طبعات جيده، كلها اغلبها طبعت دار الكتب العلمية، وكتب يعني ليست مدققة تدقيق جيد. المذهب الحنبلي في الوقت المعاصر رغم أن قلة الكتب بتاعته، لكن مشايخ السعودية اهتموا به كثيرا. الحنابلة نعم. لكن نحن نسمع من مشايخنا منذ طلب أن المذهب الشافعي خدم كثيرا. المذهب الشافعي ما صحة هذا القول؟ أيضا المذهب الشافعي أيضا خدم كثيرا، لكن أنا أتكلم بالنسبة للطبعات والتحقيقات المعاصرة. أيضا في بعض الدور النشر اهتم كثيرا الآن بالمذهب الشافعي، يعني هذا حديثا. لكن أنا بالنسبة كعلماء اهتموا بالمذهب أقلهم الحنابلة، وإنما الحنابلة بدأوا ينشروا الكتب بتاعتهم بكثرة وبطبعات فاخرة في هذا الزمن، واهتموا بها من جهة الطباعة والتحقيق والإخراج وهذه الأشياء. كتب الأحناف لا، بدأت الآن، يعني الآن أغلب المكاتب الآن، يعني مثلا في تركيا بدأوا بعض المكتبات الكبيرة تأتي بالكتب الكبيرة في المذهب الحنفي أو المذهب الشافعي أيضا، وتطبع طباعة فاخرة وطباعة جيدة. يعني هذا برضو يحتاج اطلاع أكثر يعني. لكن أنا اعتمدت على كتب ليست قليلة وليست كثيرة. يعني كنت كل مسألة من المسائل أعتمد على أقل شيء على 5 كتب في المذهب ينصون على هذا، ده أقل شيء، ثم ممكن يكون 10-20 أكثر من هذا ينصون. طيب على هناك موسوعات ليست كثيرة لكن موجودة في الساحة. نعم. كموسوعة الموسوعة الفقهية الكويتية، موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته للشيخ الدكتور وهب الزحيلي رحمه الله رحمة واسعة، وجزا الله أيضا أوقاف وزارة الشؤون الإسلامية في الكويت على ما كتبوه. بماذا تتميز هذه الموسوعة عن هذه الموسوعات التي خدمت
طلاب العلم وخدمة الجامعات، وكنا حقيقة نحن طلاب نرجع إلى الموسوعة الفقهية الكويتية، وأيضا إلى موسوعة الدكتور الحزيئي الزحيلي، وكذلك بعض الكتب التي اهتمت بالمسائل الجديدة أو ما يسمونه النوازل، ككتاب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن جبرين، ليس العلامة ولكن الذي توفي قريبا رحمه الله تعالى، له في باب الكتب في باب الفقه مسائل حقيقة علمية ونوازل حققها وذكرها في كتابه رحمه الله تعالى، نذكرها هنا ونترحم عليه. عليه رحمة الله. نعم عليه رحمة الله، قد أهداني مجموعة كتبه كلها رحمه الله قبل وفاته. عليه رحمة الله. اي والله عليه رحمة الله الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين. ما الذي تميزت به هذه الموسوعة المباركة؟ أولا الموسوعة الكويتية هي أنا أراها من محاسن دولة الكويت، يا سلام. ومن أفضل ما قدمت دولة الكويت والله. يعني صدقا يعني هذه الموسوعة عمل جبار، وطبعا يعني فيها علماء كثر على مدار سنوات طويلة ظلوا يعملون عليها، وهي جميلة جدا ورائعة وكل شيء يعني. وأيضا كتاب الدكتور وهبة الزحيلي عليه رحمة الله، هذا أيضا كتاب من مفاخر سوريا، هو الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي عليه رحمة الله. صحيح. هذه الموسوعة الكويتية أولا عمل فيها عدد كبير جدا من أهل العلم، فتجد من الأشياء التي لاحظتها أنا، ممكن يكون غير مختلف معي في هذا الأمر، أن تجد البحث هذا أو البحث ذاك أو تلك مختلف اختلافا جذريا عن الآخر. تجد مثلا هذا الذي قام بتأليف هذا البحث مثلا متمكن في الفقه الحنفي، فده يهتم بالفقه الحنفي أكثر من المذاهب الأخرى. تقصد الكتاب الذين كتبوها. الموسوعة الكويتية وكتب فيه 40 عالما. لا أكثر، ده 40 سنة ظل 200 عالم، أكثر من 200 عالم في 40 سنة. 40 سنة. فأول حاجة الفترة الزمنية طويلة. الأمر الثاني أن هذا مثلا متمكن في الفقه الشافعي، فلما يكتب في الشافعية فنفس الكتاب يختلف وحتى وإن كانت لكن منهجهم واحد. أيوة، وإن كانت الصياغة في الآخر يعني واحدة، لكن أنا ألاحظ هذا. تمام. الأمر الثاني أنهم لا ينقلون أقوال علماء. هل استفدت منها؟ بالطبع. نعم. يعني هذا يعني إذا لم أستفد من هذه جميل، على أساس نحن نذكر هذا من باب جزاهم الله خير. أنا أقول لو لم تقدم الكويت إلا هذه الموسوعة لكفتها صدقا يعني. نعم. هذه موسوعة كبيرة جدا، لكن هي معمولة على الأحرف فيوجد فيها صعوبة. يعني أنت إذا أردت مثلا كتاب الوضوء، تمام، فتجد حرف الواو ولا كذا، يعني فيها إشكالية. تجد مثلا الصلاة تلاقي في أكثر من مكان، تمام، الطهارة، صلاة، ماء، فتجد أحكام المياه تلاقيها متشتتة في أكثر من مجلد. الصلاة كذلك، الزكاة كذلك، وهكذا. أما هنا على الترتيب الفقهي، على ترتيب الفقهي. الأمر الثاني أن هي لم تكن تهتم بنقل أقوال علماء، هي تأتي بالمذاهب، لكن مثلا لا تقول مثلا قال ابن قدامة كذا، قال النووي كذا، قال الإمام العربي كذا، الخلاصة الفقهية. أيوة. لكن أنا لما أكتب مسألة أنظر لمن هذه المسألة. كل مسألة عندي في الكتاب هكذا، أنظر من الذي سيقرأها، هيقرأها فلان أو الفئة المعينة دي. الفئة هذه ماذا تحتاج؟ تحتاج أول حاجة تعريف للمسألة، تمام، ثانيا التصور العام للمسألة الأول، ثم ذكر الخلاف في المسألة، تمام، ثم أدلة. يعني أنت كتبت وأنت تنظر إلى الواقع، واقع طلاب العلم. نعم. واقع المشايخ. أنا طالب علم، طالب علم، فأجد لما أفتح هذا الكتاب لماذا أقرأ في هذا الكتاب ولا أقرأ في هذا الكتاب؟ هذا الكتاب يعطيني ما أريد، فأنا أعرف ما الذي أنا أحتاجه أو ما يحتاجه طالب العلم. ليس الغرض عندي تأليف الموسوعة، والله كان آخر شيء عندي أن أنا أفكر فيه أبدا. إن الغرض عندي أن أنا كيف أيسر الفقه لطلبة العلم، لعامة الناس. فأنا كنت لكل مسألة، الآن هذه المسألة شائكة، طيب لن يقتنع إلا بنقل علماء. طيب أي علماء؟ أنا عندي مثلا 10 من العلماء يتكلموا في هذه المسألة، لهم أقوال. طيب من الذي سينكر هذه المسألة؟ مثلا سينكرها مثلا السلفية. طيب من علماء السلفية الذي أيد هذا الكلام؟ فأنا أجيب له يعني أتخير الإمام اللي هذا الذي سيقرأ سيقتنع به. جميل. مثلا الشافعي هو مقتنع بالمسألة، تمام، أو مثلا في بعض الأحيان مثلا بتقول له الشافعية مثلا يجوزون بيع العينة، هذا غير صحيح. لما تجيب له نص الشافعي خلاص بيهدى. يعني أولا لابد أن أنت كل مسألة عندي لها طريقة في التأليف،
طبعا في الطريقه العامه عموما يعني، لكن هذه المساله هل عليها اشكال ولا ليس عليها اشكال؟ هل هي من المسلمات ولا ليست من المسلمات؟ وانا ايضا افعل شيء مهم جدا في الموسوعه، ان اذا كانت المساله تتكون من جزئيات لا اجعلها كلها مره واحده في مساله واحده، وانما اتكلم وهذه لها مثلا 6 صور او 3 صور او 4 صور. الصوره الاولى كذا وكذا وكذا والخلاف فيه، والصوره الثانيه والصوره، بحيث انه هو يعرف هو هذه ولا هذه، لان كثير من طلبه العلم يشكل عليه، فهو لما يقرا العنوان الصوره الاولانيه يبقى يعرف هذه، يبقى الاجابه بتاعتها هنا. فاحاول قدر المستطاع ان انا اتي بالادله، تمام، وابين الصحيح منها والضعيف، وايضا يكون الاسلوب سهل. والامر الاخر انني اذكر له علماء ينقلونها يعني. هل هناك فهرس للمسائل؟ طبعا في المجلد الاخير هو فهرس اول حاجه، في كل مجلد في فهرس، وفي المجلد الاخير فهرس لجميع الموسوعه من الاحاديث والايات والابواب والمسائل وكل شيء. جميل جميل. اذا هذه ما تميزت به هذه الموسوعه المباركه التي كتبت في 16 عاما، وأنت أيضا درستها وكنت قاطعت حديثك في التدريس، لو تكمل. نعم هذا مهم. أنا حاليا الآن عندي أكاديمية اسمها أكاديمية ابن النجار الفقهية، أشرح فيها الموسوعة كاملة. شرحت منها الآن تقريبا 7 مجلدات يعني، وأنا أكمل فيها حاليا يعني عندي تصوير، لكن أخرجها بطريقة إبداعية جديدة. يعني أنا دائما يعني أشوف إيه اللي مواكب للعصر يعني في التصوير وهذه الأشياء، فأعمل باوربوينت يعني يلخص المسألة بصور جميلة جدا، وأنا أشرح هذه المسائل، وأبين الأول في بداية كل مسألة، أصور المسألة للطالب يعني أدله تصور له، ثم أقول له إذا كان في جزئية منها مجمع عليها أذكر الإجماع اللي فيها، ثم بعد ذلك أشرح الخلاف، أقول القول الأول والأدلة بتاعته، والقول الثاني والأدلة بتاعته، ثم بعد ذلك أرجح القول الذي أختاره أنا، دي أثناء الشرح. والحمد لله يعني عملنا عدة دورات. الآن انتقلنا لموضوع من الدورات إلى الدبلومة، دبلومة فقه العبادات، دبلومة فقه المعاملات، دبلومة فقه النكاح، دبلومة فقه الجنايات. كم يعني الدبلوم تقصد به دورات؟ يعني مجموعة مثلا ال5 مجلدات الأول اللي هي العبادات دي دبلومة، تمام، دي تقريبا بننتهي منها في سنة، خلال سنة كاملة بيكون الطالب عنده يعني قوي جدا جدا من الجهة العلمية. والحمد لله يعني احنا عملنا إحصائية أمس، يعني طلع عندنا حوالي 85% من الدراسات العليا والكليات يدرسون عندك. عندي. كم على الطلاب؟ الآن تقريبا 5,500 تقريبا يعني. 5,500. لكن طلاب يعني منتظمين. في اللي بيحضر الخلاصات لوحدها، الخلاصة المالكية الشافعية الحنبلية دي اللي بيحضر فيها، واللي بيحضر بقى الدبلومة. في عندنا دورة النكاح، الآن انتقلنا من موضوع الدورات إلى موضوع الدبلومة، بدل ما أكاديمية مرخصة؟ لا ليست مرخصة، فقط أنها على اليوتيوب. على اليوتيوب، ولها موقع وبنعمل لها تطبيق الآن قريبا إن شاء الله يخرج. مجانية أو برسوم؟ مجانية تماما. الله يجزيك. اللهم آمين. حتى عاملين مكافأة 100,000 شفت المكافأة 100,000 جنيه. نعم تقريبا 2000 وشوية دولار يعني. نعم. يعني هو الغرض إن أنا أريد أن يكون العلم اللي كان حكرة على ناس معينة. يعني أنا كنت في المدينة المنورة منذ الأسبوع الماضي، تمام. أنا قابلت أحد المشايخ الكبار، هو ليس من السعودية، هو يعيش طول عمره في السعودية، هو من موريتانيا. يقول أبدا ما ممنوع أن الناس تدرس العلم، وإنما هذا مختص بفئة معينة من العلماء فقط، ولا يحفظوا المتون ولا ندرس عامة الناس أو طلبة العلوم الشرعية، وإنما يدرس المتن عند المشايخ، وعامة الناس يكونوا يعني ليس عندهم علم. هو يعني دي وجهته يعني. قلت سبحان الله، الآن أنا أريد أن أنقل الناس اللي هو المثقف الثقافة العادية يكون طالب علم، واللي طالب العلم الآن بدل ما يعرف قول واحد، لا احنا عندنا الآن أمر توسعي. ليه؟ شيخنا الكريم لما كنت انت مثلا في بلاد المغرب العربي، تمام، انت بتدرس المذهب المالكي خلاص، من اول المغرب لاخر المغرب تونس الجزائر كل دي مذهب مالكي، مذهب واحد، قول واحد، ما عندك اشكال. الان العالم كله انفتح على بعضه، حضرتك من دوله وانا من دوله وانا عايش في دوله ونسال من دول اخرى. فالانسان كما يقول عامه العلماء، من لم يعرف الخلاف لم يشم رائحه الفقه. صح. الفقه هو الخلاف. فازاي ايضا كمال تعرف ان دي خلاف، وتعرف ان المساله ديت هي من الخلاف السائغ ولا غير سائغ،
والمسألة دي منصوص عليها ولا غير منصوص عليها، والنص اللي وارد فيها هل هو نص صحيح وصريح ولا ان هو صحيح غير صريح او ضعيف وصريح. لابد ان انت تبين له كل هذه الاشياء. فاحنا نريد ان يكون عندنا فئة كبيرة جدا جدا من طلبة العلم ان هم على دراية بفقه الخلاف. والذي يريد ان يدرس مذهب على حدة عندي يعني في الأكاديمية ايضا انا ادرس المذهب الشافعي من البداية، من اول كلمة في الدراسة لآخر كلمة في المذهب الشافعي أو المالكي أو الحنبلي أو غيره، لا أخرج عن معتمد المذهب، لا كلمة واحدة لا أنطقها. ليه؟ لأن دي طريقة دي الفئة طيب دي تريد هكذا. كيف ترد على من يقول أن الموسوعة للدكتور ياسر النجار هي مجموعة هي مجرد مجموعة كتب جمعها الدكتور يعني من الكتب الموجودة في الساحة؟ كيف ترد على هذا؟ يعني هو نفس هذا الكلام قد يقال للدكتور وهبة الزحيلي والموسوعة الكويتية والسائر كل من يؤلف يعني أيضا الكلام عن بعض الناس قال يعني ياسر النجار لم يأتي بشيء جديد هكذا. يعني هو يقول ما يقول يعني زي يعني هي الإشكالية لو أنت ستنظر إلى أقوال الناس، حضرتك أيضا قيل لك هذا الكلام وأنت لما قرأته وجدت شيئا آخر. نعم. النظرية إن الذي ينظر إليك أبسط مثال، هب إن هي ليس فيها أي جديد على الإطلاق. أنا واحد جاء لي وقال لماذا تؤلف أصلا؟ قلت له ولماذا ألف فلان وفلان 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 على مر العصور؟ هذه طبيعة أهل العلم أنهم يؤلفون كتبا، حتى لأن العالم لا يمكن أن يخرج عالم بدون تأليف. وجهة نظري لازم أن يكون هو يؤلف، لأن التأليف ليس مجرد قراءة، ده أنت بتقرأ كثير وبيكون عندك ساعة وكذا وكذا حتى تخرج عالما. لابد أن أنت على الأقل أن هو يؤلف بعض الكتب حتى نخرج عالم. هذه الموسوعة بالنسبة إلي هي بداية النواة التي أريد أن يعني هي البداية بالنسبة إلي وليست النهاية. يعني كثير من الناس يقول لك أنت خلاص الموسوعة، لا، هذه البداية أو يعني أول شيء أنا أريد أن أصل لشيء ما، فأنا لا أستطيع أن أصل لهذا إلا بالموسوعة، فأنا قمت بتأليف الموسوعة. طيب ما هو مشروع الدكتور ياسر النجار القادم؟ شوف حضرتك، عندنا الآن عندي كم مشروع. المشروع الأولاني، أنت لما خرجت الموسوعة هذه، ما الغرض من إخراج الموسوعة؟ إن هي تفيد الناس. طيب تفيد الناس إزاي وإذا كانت هي جامدة لابد من شرح؟ فأنا أقوم الآن بشرحها. جميل. يعني الآن بقى لي ذكرت هذا في الأكاديمية. أنا الآن أشرح وهذا جهد رائع. أقوم بشرحها. الأمر الثاني، أنا أقوم الآن بكتاب آخر اللي هو اسمه صحيح الفقه على المذاهب الأربعة. هذا لفئة معينة من الناس اللي هي لا تريد الاختلاف والأقوال وكذا وكذا، تريد قولا واحدا. صحيح الفقه على المذاهب الأربعة. إيه؟ هذا أيضا لفئة معينة من الناس اللي هي تريد القول الراجح، تمام، بعيدا عن الخلاف. في طلبة العلم لا تريد الخلاف ولا تؤمن بالخلاف أصلا، هي تريد القول الواحد. لكن أنا لا أستطيع أن آتي بالقول الراجح هذا إلا بعد اطلاعي على الفقه عموما، وقمت بتأليف هذه الموسوعة. صحيح الفقه على المذاهب الأربعة تقصد به الصحيح عند المذاهب وليس الصحيح عندك؟ لا، عندي يعني الصحيح من الفقه على المذاهب الأربعة الذي أنت ترجح. نعم. جميل. وأيضا لن يخرج عن المذاهب الأربعة، تمام، لن يخرج، لكن الذي تطمئن إليه نفسك في هذه المسألة، لأن فئة من الناس لا تؤمن إلا بهذا. جميل. تمام. وأنا الغرض عندي أن لا أفعل الفقه لفلان أو فلان، أنا أعمل الفقه أو يسر الفقه لعموم المسلمين. تمام. والخلاف دائما موجود، يعني حتى الاختلاف في وجهات النظر. تمام. يعني واحد يرى لابد ان الخلاف وتذكر الخلاف خلاص، والثاني يقول لك لا، لابد من راجح، لابد. فالله سبحانه وتعالى قال ولا يزالون مختلفين الا ما رحم ربك. طبيعه البشر مختلفه، فالغرض ان انت تتواكب مع هذا الاختلاف، لانك لا يمكن ان تغير عقول الناس من كل وجه. بعض الناس مهما ان اقتنع معك بجزئيه معينه لن يقتنع بالجزئيه الاخرى. فانا اقوم بهذا، وايضا في بعض الكتب الاخرى والمشاريع الاخرى بفضل الله اعمل عليها يعني. جميل جميل. في طبعا أنا اطلعت على بعض مسائل الموسوعة الفقهية وناقشتك إذا وتشرفت بزيارتكم في بيتكم، وطلعنا وتناقشنا في بعض المسائل، وخاصة فيما قيل أنه مجرد يعني جمع فقط، لم يأتي الشيخ ياسر بشيء جديد. فلما قرأت ووقفت على بعض المسائل وجدت شخصيتكم فيها واضحة وصياغة جدا رائعة، والكتاب أيضا مطبوع بطباعة فاخرة
ومكتوب أيضا بألوان حقيقة تشرح النفس، تسعد النفس بقراءته، وأيضا لا يتعب العين. حتى يعني في جانب التصميم أنتم راعيتم هذا كثيرا، الحمد لله. جزاكم الله خير. الله. يعني أي شخص يطلع على الكتاب فيسعد به، بخلاف الكتب القديمة التي حقيقة تجد السطور يعني مضغوطة بعضها في بعض ومجموعة بشكل لا يعني يجعل طالب العلم يتعب كثيرا جدا في إخراج المسائل العلمية. لكن كتابكم الحقيقة رائع جدا، ومكتوب بكتابة وصياغة جميلة، وفيه بيان شخصيتكم. أنا كان وجهة نظري أن تذكرون ما تطمئن إليه نفسكم الكريمة في قضية المسألة المعينة التي أنتم ترون مسألة، لكن أنتم قلت أنك ذكرت هذا. فعلى كل حال يعني جزاكم الله خير على هذا الجهد. آخر لقاء في هذا البودكاست كما يقولون، ماذا تنصح طلاب العلم وكيف ممكن أن يستفيدوا من هذا؟ وطبعا الحقيقة يعني لضيق الوقت سنغلق الحلقة، وإلا كنا نريد أن نمر أيضا على الخلاصات التي أنت كتبتها، خلاصة المذاهب الأربعة بل المذاهب الخمسة. نعم. كنت أيضا أريد أن أسألك عن يعني طبعا المذهب الجعفري ليس مذهب معتمد لدى أهل السنة والجماعة، لكن نجد أن الإمام الشوكاني رحمه الله كان يحيل إليه في بعض الأحيان، ربما لظروف سياسية، البيئة أو لظروف سياسية. فأريد أن أطرح إن شاء الله إذا تيسر لنا لقاء آخر إن شاء الله في بقية الكتب التي أنت كتبتها، خصوصا الخلاصات. نعم. الخلاصات، وأيضا هذه الخلاصات أنت ترجمتها كذلك. نعم، مترجمة لعدة لغة تركية. اللغة التركية. نعم. جميل. هل هناك عمل أيضا؟ كل هذا إن شاء الله إذا تيسر لقاء آخر إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله تعالى. نحن تحدثنا عن هذه الموسوعة ولا نزال حقيقة لم نتحدث عن أشياء كثيرة منها، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى يوفق. نصيحتكم لطلاب العلم كيف يستفيدون من هذه، ونختم بهذا إن شاء الله. والله النصيحة لطلبة العلم هو أولا يحدد الهدف الذي يريده. هو ماذا يريد؟ هو يريد أن يقال عنه أنه هو عالم أو طالب علم أو شيخ وكذا، ولا يريد أن يخدم دين الله سبحانه وتعالى؟ إذا أراد أن يخدم دين الله سبحانه وتعالى لا يلتفت لأي أحد، تمام؟ لا بمدح ولا بذم، يكون المدح والذم عنده سواء. يا سلام. ويحدد يعني مثلا هو يريد أن يصبح عالما ولا داعية، لأن العالم حتى أن تصبح عالما أو فقيها هذا له متطلبات. يعني مثلا أنت الآن تريد أن تصبح مثلا تاجرا كبيرا، لا تقعد وتقول لي أصبح تاجر، لابد أن تعمل وتكسب مال كثير. يعني تريد أن تبني قصرا غير ما كنت تريد أن تبني بيتا، صح لا؟ الذي يريد أن يبني بيتا خلاص بيشتغل ساعات معينة، الذي يريد أن يبني قصرا لابد أن يضاعف العمل، وهكذا هذه الأشياء. أنت تريد أن تصبح عالما كبيرا، وهذا ممكن 100%. يعني أنا التزمت وأنا عندي 20 سنة، تمام، وغيري التزم أو بدأ في التأليف وعنده 30 أو 40 سنة. فممكن الإنسان إذا حدد الهدف الذي يريد أن يصل إليه ويعمل عليه. كل الناس تتمنى أن تكون علماء، كل الناس تتمنى أن تكون أغنياء، لكن هل أحد يبذل يعني ما يؤديه أو يسلك الطريق الذي يجعله عالما أو يسلك الطريق الذي يجعله غنيا؟ لا. تمام. فلا بد أولا أن تعرف ماذا تريد، ثم أن تسلك الطريق الصحيح له، ثم تجرب مثل ما جرب الذين وصلوا حقيقة. تمام. يعني مثلا يجي واحد مثلا يكلمك على التنمية وكيف تصبح مليونيرا وليس في جيبه 10 جنيهات ولا 10 دولارات، هذا لا تصدقه. لكن لما تسمع مثلا هذا من رجل أصبح مليونيرا، يعني واحد عنده أموال طائلة وعنده ممتلكات وأصلا كان فقيرا، فعندئذ أي معلومة تأخذها منه هتكون صحيحة. بهذه الطريقة أنا أقول أنت مثلا لا تتعصب لأي عالم أيا كان. جميل. لا تتعصب له. عندي العلماء كلهم سواسية، لا أتكلم في أحد قط من العلماء أبدا أيا كان مهما أخطأ. هو بشر. أحسنت. بشر، يعني هو يخطئ طبيعي أن أنا أخطئ، لأن أنا بشر، أنا لست ملكا ولست نبيا. أنا طالما أنني أنا بشر لابد أن أخطئ، سواء أخطئ في مسألة واثنين وعشرة وعشرين، لأن أنا أيضا يعني أجرب وممكن أخطئ وممكن أصيب، هذا طبيعة بشرية يعني. جميل. الأمر الثالث أن أنت لا تنشغل بالأحداث الجارية من الخوض في العلماء بالأخص، لأن في الأول والآخر
يعني أنت لست على يقين 100% من الشيخ الفلاني وتتعصب للشيخ وكأنك تتعصب للدين. تمام. وهذا خطأ كبير جدا. أنا لا أقول، لا، عمري في حياتي ما تعصبت لعالم أيا كان ولا تكلمت في عالم. أخطأ الله، حتى لو لم تعجبني طريقته أبدا، خلاص الله يسهل له، أنا ما لي علاقة به. هذا ليس هو الدين. تمام. ولا أدافع عن عالم عشان تقوم بالصورة. يعني مثلا يجي الإشكالية على عالم وأطلع دافع عنه، أنا لا دافع عنه، أنا دافع عن الدين. يا سلام. تمام. هذا العالم الله يجزيه الخير، لأنه أنا أعتبره إنه هو بشر، فطالما إنه هو بشر، هو لو أخطأ ما عندي مشكلة إنه هو يخطئ. تمام. فأنت لو ركزت تماما على إن أنت ماذا تريد ولا تخوض في العلماء ومهما قال العالم من أخطاء، هو ليس حكما على الدين. تمام. ولا تهتم كثيرا بهذا، اهتم بالشيء الذي تريده أنت فقط. أنت تصبح عالما لابد أن تهتم وتدرس وتسلك الطريق الصحيح، لأن ممكن ناس كثيرة جدا تريد أن تصبح عالما لكن تقرأ كتب كثيرة يعني لا توصلها للمراد. يعني ممكن مثلا في طرق كثيرة توصل مثلا للطريق المعين، في طريق يوصلك في سنة، في طريق يوصلك في 10 سنين، وصحيح التاني يوصلك بس متى؟ بعد 10 سنوات يكون أصلا هل أنت عندك القدرة أن أنت تمكث 10 سنوات حتى تصل؟ ولا ممكن أن أنت لو سلكت هذا الطريق المختصر اللي يفيدك؟ يعني مثلا أنا كان الغرض عندي في الأكاديمية إيه؟ الغرض أن أنت تخرج طلبة علم. الجهد اللي أنا بذلته في 20 سنة وبالفكر عندي أن أنا أخرجه لك بدون ذرة من التعصب. لا بقول لك تتعصب لي ولا لما أقول ولا لهذه الأشياء. فأنت تأخذ علم صافي بعيدا عن الأنا، اللي هو أنا كذا وأنا كذا. هذه نقط مهمة جدا في طريق طلب العلم. أنا أخي دكتور ناصر الله يحفظه قال لي كلمة وأنا كنت ذاهب للشيخ مصطفى العدوي، قال: أنت ذاهب لطلب العلم، ليس لك علاقة بأي شيء آخر. خلاص أنا حطيتها في ذهني، خلاص أنا ما لي علاقة بأي إنسان. الشيخ أخطأ ما أخطأش، هو منهجه إيه مش منهجه إيه، أنا رايح أحصل إيه؟ العلم. السلام عليكم. أخذت العلم، قابلت الشيخ برهان الله يجزيه الخير، أخذ منه أمانة، السلام عليكم، أخذت الأمانة والسلام عليكم. هذا وتنتقل إلى غيره. أنا درست في المدرسة الإسكندرية اللي هي مدرسة مختلفة تماما عن مدرسة الشيخ مصطفى العدوي، كنت أذهب هنا وأذهب إلى هنا، لا لي علاقة بهؤلاء ولا لي علاقة بهؤلاء. هكذا. ويكون عندك يعني كتاب يكون معاصر بطريقة العلماء القدامى، لأن يعني لو رجعت للكتب القديمة سيكون عليك إشكال وصعوبة جدا في أنت تفهم هذه الأشياء، بالأخص إذا كان للعالم هذا أو الشيخ اللي مؤلف الكتاب هذا معاصر وهو يشرح كتابه، فعندئذ تستطيع أن تستفيد كثيرا، ثم بعد ذلك تبحر كما تشاء. جزاك الله خيرا. الله يحفظكم دكتور ياسر النجار. في نهاية هذه الحلقة حقيقة لا يسعني إلا أن أشكركم على قبول الدعوة في قناة سلام الفضائية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، وأن ينفع بهذا الصرح العظيم. وأنصح إخواني من طلبة العلم الاستفادة من هذا الجهد الكبير الذي بذل في 16 عاما. والحقيقة يعني الشيخ ياسر النجار في هذا العمر وهو صغير قد وفقه الله سبحانه وتعالى، وأبرز المذاهب الأربعة في ظل هذه الظروف التي نحن نسمع ويعني ونتعرض ربما لأن هذه المذاهب الأربعة قد لا يكون لها المكانة الكبيرة، وأن الاهتمام بالقول الراجح هو الصحيح الصواب. وهذا بلا شك أنه حقيقة يعني خالف الصواب وجانب الصواب. فعندما يخرج الله عز وجل لنا كأمثال الدكتور ياسر النجار، هم في فئة الشباب يعني يجتهدون في إبراز وإظهار المذاهب الأربع المعتمدة التي رضيها الله سبحانه وتعالى وانتشرت في ربوع العالم، وتخرج بهذه الطريقة المناسبة الممتازة الرائعة. وليس لمثلي أن يحكم، ولكن حسب أنا يعني ما اطلعت عليه ووقفت على هذا الكتاب وتصفحته واستفدت، هو بلا شك أفضل من ناحية الاطلاع والتصفح من الكتب القديمة، تسهل لك المهمة وتسهل لك حقيقة الرجوع إلى المسألة العلمية في المراجع الأصلية. لكن حينما تقرأ وينشرح صدرك في القراءة وتجد العبارة السهلة السلسة، هو المطلوب اليوم لنكن جميعا طلاب العلم ونستفيد. فنشيد بهذا العمل ونشجع دكتور ياسر النجار حتى يقدم للأمة الخير الكثير،
وكذلك نشجع أيضا كل طالب علم أن يبرز، وهذا ليس فيه أيضا من التعالي كما يقولون من الذي أذن لك حتى تؤلف، من أنت ومن تكون. هذا كلام حقيقة مثبت وليس كلام صحيح، بل فليؤلف من يؤلف، وإذا أخطأ فليرجع إلى الصواب وليقل أنا لست يعني متعصبا لقولي، فهذا هو الصحيح طالما عنده مفاتيح التأليف ومفاتيح الكتابة وجهد كبير يبذل كما قام به دكتور النجار. ما الذي يمنع من هؤلاء أن يقوموا لخدمة الإسلام والمسلمين؟ أكرر الشكر وتقديري لشخصكم. الله يحفظكم شيخنا، ونسأل الله تعالى أن يوفقكم. أنتم الآن تبدأون حقيقة لخدمة هذا الدين، أنتم في 40. نعم. وحتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي عنه. فهذا هو مشوار، أمامكم مشوار كبير، وأمامكم يعني إن شاء الله تقدمون لهذه الأمة الخير الكثير بهذا الأسلوب الجميل والطريقة الرائعة العلمية، مع احترام العلماء وتقديرهم، وحقيقة هذا الأدب الجم الذي سمعناه منكم. وأنتم لا تنتقدون عالما وفي نفس الوقت لا تجاملون في دين الله تبارك وتعالى. هذا الخلق الجم الذي حقيقة وهبكم الله إياه هو الذي نحن نحتاجه، أن نحترم علماءنا، ولكن المسائل العلمية التي نرى أنها هي الحق التي ترضي الله سبحانه وتعالى نقول بها وندعو إليها. أكرر الشكر والتقدير لكم وللمشاهدين، وأسأل الله تعالى أن يتجدد اللقاء بكم وأنتم على خير في لقاءات أخرى قادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، وأنا سعدت جدا والله بهذا اللقاء. الله يسعدك ويبارك عمرك يا رب العالمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يستعملنا وإياكم في خدمة دينه ونصرة دينه يا رب العالمين. آمين. جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى لقاء آخر مع لقاء خاص مع أهل العلم والفضل. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.